بسبب أسرة نظره الشديد اللي وصل 1500 درجة. دخل بالخطأ مدرسة غريبة مخصصة لتدريب الأشباح. كل اللي كان عايزه هو يدور على بنت خالته، ولكن واحد جرى خبطه وكسر له نضارة، وفجأة بقى مش شايف أي حاجة قدامه. افتكر إن قرية بنت خالته على الشمال، ولكن من غير ما يحس لف في الاتجاه الغلط ودخل قرية مليانة بالأشباح. أول لما شافوا مبتسم وقال لهم مساء الخير يا جماعة، الأشباح اتصدموا، مستحيل يكون ده إنسان. أي بشري طبيعي كان مات من الرعب أول لما يشوفهم، لكن الواد واقف بيضحك عادي. وساعتها بدأ يشك يدخل قلوبهم، يمكن يكون واحد من الأشباح الأسطورية اللي تعرف تتخفى في أي بشر. بعدها سألهم بكل بساطة هي رين عايشة هنا؟ قال ابن خالتها، لكن محدش عرف الاسم لحد ما سألهم هو مش اسمه مختار القرية سيفن. وهنا فهم إن سيفن ده لعب بنت خالته، وفضل ينادي عليها بكل فرحة. أما سيفن نفسها فاتجمدت من الصدمة، بقالها 100 سنة عمرها ما كان عندها ابن خالة، حتى إنها بدأت تشك في نفسها، يمكن قتلت ناس كتير لدرجة إنها نسيت. وفجأة الواد مسك ايدها بكل عفوية وسألها ليه ايدها ساعة وشكلها شاحب، هو الأكل عندهم وحش ولا عندها أنيميا؟ الكل وقف مصدوم لأن دي سيفن أخطر بنت في القرية واللي محدش بيجرؤ حتى يقرب منها. ولما سألته جاي ليه، قال لها إنه جاي يدرس معاه في مدرسة القرية. وبعدها راح للمدير وعرف نفسه وقال له إن أهله كلموه قبل ما يوصل. المدير جامد مكانه، مستحيل يكون ده بشر، أي إنسان عادي كان هيموت من الخوف بمجرد دخول القرية، فإزاي ده بيتكلم بكل هدوء كده؟ في اللحظة دي افتكر ابن واحد من أقوى زعماء الأشباح المتخفيين، وابن الرعب قرر يسايره ورحب بيه بمنتهى الاحترام، وأمر سيفن توصله للسكن بنفسها. أما الواد فكان كل همه إنه يلاقي نضارة جديدة، لأنه من غيرها مش بيفرق بين الإنسان والشبح أصلا، وعلشان كده فكر إن كل الأشباح اللي حواليه مجرد ناس عاديين. ولما دخل السكن انبهر بالأوضة الفخمة، وبعدها اتعرف على زمايله الجدد وسألهم لو حد عنده نضارة احتياطية. واحد منهم جابها له، ولكن اكتشف إنها ضعيفة ومستحيل تنفع مع قصر نظره، فقرر يطلب واحدة جديدة. وبالليل أول لما نام صحوا فجأة وقالوا له قوم بسرعة الحصة هتبدأ. استغرب جدا وسألهم حصة إيه؟ إحنا دلوقتي في نص الليل. لكن ردهم كان أغرب، هو حد عنده بيدرس الصبح أصلا؟ أول حصة كانت مع المدرسة المسؤولة، وكل الطلبة كانوا مرعوبين منها، لأن أي طالب بيتأخر عن حصته بيكون مصيره الموت، وبسبب إنه من غير نضارة ما كانش قادر يميز وشوش أي حد. فدخل الفصل وسلم على المدرسة والطلبة بكل ثقة، وعرف نفسه كطالب جديد. بعدها المدرسة بدأت أول درس، الرعب الحقيقي، وكل طالب كان بيطلع بيستعرض أكتر قدرة مرعبة عنده، والأشباح كانت بتتنافس في استعراض أساليب التخويف. لكن فيشر كان فاكر إنها مجرد طلبة بيمثلوا وبيستخدموا مؤثرات وملابس تنكرية. ولما جه دور المدرسة قالت له يطلع يوريهم أكتر حاجة مرعبة بالنسبة له. فيشر وقف قدام الفصل وقال إن أكتر كابوس بيصحى منه كل ليلة هو محفظة فاضية. الفصل كله اتصدم، الأشباح فهمت المشهد بشكل مختلف تماما، وافتكروا إن دي لعنة مرعبة لدرجة إنها حتى تقدر ترعب الأشباح نفسها. ومن اللحظة دي اقتنعوا أكتر إن الطالب الجديد مش شخص عادي وإن وراه سر كبير. المدرسة أنهت الاختبار بسرعة، وبعدها أعلنت عن خبر أخطر بكتير، في الليلة الجاية مجموعة من البشر هتدخل منطقتهم، ومع دخولهم هتبدأ لعبة القواعد، وكل واحد لازم يلتزم بالدور المرسوم له حرفيا، لأن أي مخالفة بسيطة عقابها الموت. فيشر استغرب من الكلام كله، ولكن في نفس اللحظة سمع صوت النظام بيشتغل لأول مرة، وعرف إن الموضوع أخطر بكتير من مجرد مدرسة غريبة. ومن الناحية التانية مجموعة من البشر كانت بالفعل وصلت للقرية، وبعد ما تم سحبهم للعبة القواعد. واحد منهم اسمه ساندر كشف إنه خد التجربة ده قبل كده، وبدأ يحذر الكل أي حركة غلط أو كسر أي قاعدة نهايتها الموت، وإن أخطر حاجة يعملوها هي إنهم يتصرفوا من نفسهم. وأثناء ما الكل ماشي في خوف، لمحوا شاب بيتجول في القرية بكل هدوء ولا كأنه شايف أي خطر حواليه نهائي. الكل اتصدم، إزاي حد يقدر يمشي وسط المكان ده من غير ذرة خوف؟ في اللحظة دي كل اللي موجودين وصلوا لاستنتاج واحد، الشخص ده يا إما شبح متخفي يا إما لاعب مرعب وصل لمرحلة محدش فيهم يقدر يتخيلها. ساندر منع الكل يقرب من الشاب الغريب وقال إن في رعب من الدرجة اس، أخطر حاجة هي اللي شكلها طبيعي، ولو راحوا يكلموه ممكن بيكونوا بيجروا بنفسهم على الموت. وبعدها وصل لكل واحد بطاقة هوية داخل لعبة القواعد، واتبلغوا من اللحظة دي لازم يلتزموا بالدور المكتوب لهم حرفيا، وأي تصرف خارج الشخصية نهايتها الموت. كمان اتقال لهم إنهم يفضلوا في المنطقة الآمنة لحد ميعاد المدرسة، لأن باقي القرية مليانة وحوش. ولما دخلوا المدرسة اكتشفوا إن الشاب الغريب موجود معاهم، فبدأ يشك يزيد فيهم، هل ده لاعب زيهم ولا كيان مرعب متخفي؟ أول لما الحصة بدأت المدرس عرض قواعد الفصل، وكان من ضمنها إن ممنوع أي طالب يخرج أثناء الدرس. لكن فجأة فيشر رفع إيده بكل هدوء وطلب يروح الحمام لأنه تعبان. كل اللاعبين اتصدموا، هو بيكسر القاعدة بنفسه ولا بيختبرها؟ المفاجأة إن المدرسة وافق بكل بساطة، وفيشر خرج من الفصل من غير ما يحصل له أي حاجة. اللاعبين بدأوا يفهموا إن القاعدة لها ثغرة، طالما عندك سبب منطقي تقدر تخرج. أما ساندر ففهم حاجة أخطر بكتير، فيشر ما كانش رايح الحمام أصلا، ده استغل الفرصة الوحيدة اللي بتكون فيها الوحوش محبوسة جوه الفصول عشان يكتشف المدرسة ويدور على الأدلة قبل أي حد. في اللحظة دي لاعب أجنبي افتكر إنه فهم السر، فكرر نفس الطلب وطلب يخرج هو كمان. المدرسة انفجرت من الغضب واعتبرته بيتحدى الفصل، وفي ثانية واحدة قضت عليه قدام الكل. الجميع اتجمد من الرعب، نفس الكلام ونفس الطلب، ولكن واحد خرج سليم والتاني مات في لحظتها. وساعتها الكل أدرك إن فيشر ما كانش بيكسر قواعد، وإنما كان فاهمها بطريقة محدش يقدر يوصل لها. اللاعبين افتكروا إن فيشر خرج من الفصل لأنه معاه أداة أسطورية أو قدرة خاصة، لكن لما سألوه بكل حيرة استغرب جدا وقال لهم إن الموضوع بسيط، طلب الإذن من المدرسة وخرج عادي.
ولما سالوه ازاي عايش وسط كل الاشباح دي بص لهم باستغراب وسالهم اشباح ايه. ساعتها عرفوا ان الواد فعلا مش شايف حاجه، وبعد ما قال لهم ان نظره سالب 1000 ونص ونضارته اتكسرت، واحد من اللاعبين عرض عليه يلبس نضارته عشان يشوف الحقيقه بنفسه. لكن قبل ما يحصل اي حاجه المدرسه قطعتهم وبدات تشرح قوانين الكافيتيريا. الاكل لازم يتاكل كله، واي حد يسيب لقمه في طبقه نهايته هتكون الموت. ولما جه دور فيشر طلب بكل براءه طبق مليان، فالست فرحت بيه وادت له اكبر كميه عندها. اما باقي اللاعبين فحاولوا يطلبوا اكل قليل، لكن الست قلبت وشها في ثانيه واعتبرت انهم بيهينوها وكانوا هيموتوا لو لانهم غيروا كلامهم. ولما الاكل اتحط قدامهم اتصدموا، الاكل اصلا مش صالح للبشر. لكن فيشر كان بياكل بكل هدوء وقال ان طعم غريب شويه، لكن اكيد ده مجرد اكله مشهوره عند اهل البلد، وكل منطقه ولها اكلتها المختلفه. اللاعبين بقوا مش مستوعبين اي حاجه، ازاي واحد بياكل الاكل ده اكنه عادي. وفجاه ظهرت سيفن ونادت على فيشر قدام الكل بكلمه يا ابن خالتي. اللاعبين فهموا ان ده غالبا الشخصيه اللي اللعبه فرضتها عليه، فبقوا اكتر حذر في التعامل معاه. بعدها سيفن بلغت الكل ان الحصه الجايه رياضه، والمدرب طلب منهم ينزلوا مخزن الادوات تحت الارض ويطلعوا كرات السله. مجرد سماع الطلب كان كافي يخلي وشوش اللاعبين تصفر. كلهم حسوا ان نزول المخزن ده فخ قاتل. بعضهم اقترح يرفضوا او يدعوا انهم تايهين، لكن ساندر وقفهم فورا وقال لهم ان اول ما شبح يدوم امر مباشر المهمه بتتحول لقانون اجباري والهرب منها مستحيل. بما ان مفيش اي طريق للهروب فوافقوا ينزلوا كلهم مع بعض المخزن الادوات. وفي الطريق حاولوا يقربوا من فيشر ويطلبوا منه رفيقهم فوافق فورا من غير اي تردد. اول ما دخلوا المخزن لقوا كرات سله مرميه في كل مكان، لكن اللاعبين عرفوا على طول ان ده اختبار جديد، لان اي كره ممكن تكون ملعونه واختيار الكره الغلط معناها الموت. اما فيشر فكان شايف ان الكرات قديمه وبايظه بس، فمسك اول كره وقعد يجربها وبعدها رماها على جنب بكل عفويه، واختار كره ثانيه وقال انها احسن شويه. اللاعبين اتصدموا والراجل ده الف الكرات كلها ومع كده ما حصلوش اي حاجه. ولما رجعوا للفصل المدرسه اعلنت بدايه مباراه كره السله وطلبت من كل واحد يختار فريقه. سيفن راحت على طول ناحيه فيشر وطلبت تكون معاه، وبعدها انضم ليهم واحد من زمايله وبقى فريقهم جاهز. اللاعبين فضلوا يراقبوا فيشر، ولما بعد شويه عشان يروح يجيب ميه استغل ساندر الفرصه وواجهه مباشره. مسكوا من هدومه وسالوا بكل عصبيه هو مخبي ايه وازاي بيتحرك في المكان ده بكل الثقه دي. لكن فيشر فضل مستغرب ومش فاهم هو بيتكلم عن ايه اصلا. ساندر فقد اعصابه وافتكر ان فيشر معاه اداه اسطوريه مخبيها وكان ناوي يجبره يطلعها. وفي اللحظه دي بالظبط سيفن وصلت وقالت لفيشر انت كويس يا ابن خالتي. فيشر ضحك وقال لها انهم كانوا مجرد بيتكلموا فالموضوع عدى من غير مشاكل. ولما جه دور فريق فيشر بدا يلعب بكل حماس، وسيفن كان بتنافس كل تمريره بيرميها لها وقدروا يحققوا اداء ابهر الكل. وفي وسط اللعب واحد من الاشباح حاول يتعدى على سيفن بعنف. فيشر دخل فورا يدافع عنها، ولكن الشبح رد بعصبيه وقال له انه يقدر يعمل فيها اللي هو عايزه. الكلمه دي كانت كافيه تخلي سيفن تنفجر من الغضب. وقبل ما القتال الحقيقي يبدا بين الاثنين فيشر جري بينهم بسرعه وحاول يهدي الموقف وهو بيقول ايه يا جماعه ده مجرد ماتش كره سله ما تستاهلش كل ده. فضل يهديهم لحد ما اقنعهم ان الموضوع كله ماتش كره سله، وبالفعل الاثنين هدوا وكملوا اللعب كأن مفيش حاجه حصلت. اللاعبين كانوا واقفين مذهولين مش مستوعبين ازاي قدر يوقف سيفن بنفسها. اما فيشر فكان عنده مشكله اكبر بكتير، من غير نضارته مش قادر يشوف السله اصلا، ففضل يسال لو حد معاه نضاره مقاس 1000 ونص درجه. واحد من الطلاب طلع نضاره بنفس المقاس ففيشر فرح بيها جدا، لكن قبل ما حتى يلحق يستفيد منها الكره خبطت في وشه وكسرت النضاره للمره الثانيه. الطالب اعتذر بسرعه ولكن سيفن كانت خلاص فقدت اعصابها. وبعد لحظات انتهت المباراه باعلان فوز فريق فيشر. سيفن فرح بشكل واضح وطلع كل الحلويات والسناكس اللي كانت مخبياها وفضلت تديله منها وهي بتقول له ياكل كويس لانه رفيع زياده. في الوقت نفسه الثلاثه اللي كانوا حاولوا يعتدوا على فيشر اكتشفوا ان الكابوس الحقيقي لسه هيبدا. سيفن امرتهم يروحوا المستشفى بحجه انهم مصابين، رغم انهم كانوا عارفين ان المستشفى ده اخطر مكان في المدرسه، ولكن قواعد اللعبه كانت واضحه، اي مصاب لازم يتعالج والا هيموت. اول لما دخلوا المستشفى الباب اتقفل عليهم وفهموا انهم وقعوا في فخ جديد. واحد منهم دخل اوضه مفتوحه فلقى دكتور واقف مستنيهم. حاولوا يشرحوا ان اصابتهم بسيطه وانهم محتاجين يرجعوا الفصل، ولكن الدكتور تجاهل كلامهم تماما. وفي اللحظه دي بدا الرعب الحقيقي داخل مستشفى الاشباح. اول ما الدكتور مسك المنشار بدا يقنعهم ان العمليه هي الحل الوحيد، وان في فيروس بينتشر جوه عظمهم ولو ما اتشالش دلوقتي هيتحولوا لقومه لحمه قبل ما الليل يخلص. لكن اللاعبين كانوا شايفين الحقيقه دي مش عمليه، دي اعدام حرفيا. وفجاه الدكتور مد ايده وقال انه مش هيبدا غير ما يدفعوا رسوم العلاج بعملات الاشباح. طلعوا كل الفلوس اللي معاهم ولكنه رماها في وشهم باستهزاء، لانه كان عايز عملات الاشباح مش فلوس البشر. ولما عرف انهم ما عندهمش يقرر ياخد الثمن من حياتهم نفسها. ساندر فهم ان الاشباح بدات تزهق وعايزه تخلص عليهم قبل ما وقت السيناريو ينتهي، فصرخ في الكل يجروا ويتفرقوا، المهم يفضلوا عايشين لحد انتهاء العد التنازلي. لكن الاشباح كانوا اسرع، حصروا الثلاثه وبدا يختاروا مين هيكون اول ضحيه. وفي اللحظه اللي الكل افتكر ان النهايه وصلت ظهر فيشر وبص للاشباح بغضب وسالهم بكل براءه ايه اللي بتعملوه دلوقتي؟ من امتى بقى التنمر على الطلبه الجداد مسموح في المدرسه؟ الاشباح كانوا على وشك يهاجموه، ولكن اول لما عرفوا ان ابن خالد سيفن اتجمدوا مكانهم افتكروا اللي حصل في ماتش السله وان سيفن مستعده تقتل اي حد يقرب منه. في ثانيه واحده قلبوا لهجتهم بالكامل وبداوا يعتذروا ووعدوا ان هم يكتبوا اعتذار طويل ومش هيضايقوا اي طالب جديد تاني. فيشر ابتسم لانه كان فاكر انه انها خناقه بين شويه طلاب مشاغبين، اما اللاعبين فكانوا شايفين مشهد مختلف تماما. بالنسبه لهم الوحوش المرعبه
الغريبه اللي كانت هتاكلهم من ثواني اتحولوا لطلبه متعبين بكلمتين من فيشر. وفي نفس اللحظه صوت النظام اعلن انتهاء السيناريو وطلب من كل الناجين الاستعداد للخروج خلال 3 دقائق. ساندر بص لفيشر وهو مش مصدق واعترف له انهم كانوا هيموتوا لو وجوده، وان فيشر من غير ما يحس كان بيحميهم طول الوقت. بعد ما السيناريو انتهى ساندر شكر فيشر بجد وقال له انه مدله بحياته، لكن فيشر فضل باصص لهم باستغراب وهو مش فاهم هم بيتكلموا عن ايه اصلا. اللاعبين افتكروا انه بيستعبط وقالوا ان واحد بقوته اكيد عدى عشرات السيناريوهات قبل كده، لكن الصدمه كانت لما فيشر اكد انه مش بيمثل اي دور وانه فعلا طالب جديد دفع المصاريف وجاي يكمل دراسته ويقعد جنب بنت خالته. وقتها اللاعبين بداوا يشكوا ان فيشر مش مدرك الحقيقه اصلا. حاولوا يشرحوا له ان المدرسه دي مش مدرسه عاديه وان المكان كله عباره عن عالم رعب بيتم سحب البشر ليه عشان يشاركوا في العاب قتله، لكن فيشر ضحك عليهم وقال لهم انهم اكيد مدمنين روايات والعاب زياده عن اللزوم وان المفروض يصدقوا العلم شويه. اللاعبين بصوا لبعض في صمت مش مستوعبين حاجه، وقبل ما يختفوا قرروا يسيبوا لفيشر هديه اخيره تقديرا لانقاذه ليهم. الهديه كانت عباره عن نظاره مزوده بعدسات قويه بشكل خرافي، وبعد ما استلمها وشكرهم اختفى اللاعبين ورجعوا لعالمهم. اما داخل المدرسه فجاه المدرسين اعلنوا عن الرحله السنويه. الطلاب الاشباح انفجروا حماس، واحد بيتكلم عن السياد البشر والتاني متحمس يغير جلده القديم وتالت مستني الرحله دي من السنه اللي فاتت. اما فيشر فكان بيسمع الكلام ده كله ومقتنع انهم بيهزروا او بيتكلموا عن العاب تمثيل غريبه، لكن المفاجاه الحقيقيه كانت في وجهه الرحله. المره دي مش مدينه عاديه، الوجهه كانت غابه بالكود. اول ما الاسم اتقال الفصل كله اتغير، حتى الاشباح نفسهم سكتوا. وبعد انتهاء اليوم الدراسي رجع فيشر للسكن، وهناك لقى واحد من زمايله قاعد يكتب وصيته الاخيره. فيشر استغرب جدا وساله ليه عامل دراما عن رحله تخييم عاديه، لكن زميله رفع راسه ببطء وعلامات الرعب ماليه وشه، واكد له ان غابه بالكود مش مكان عادي ابدا وان اي حد بيدخلها مش مضمون انه يرجع منها تاني. زميل فيشر كان مرعوب من رحله الغابه وفضل يقول ان حتى العشب هناك بيشرب الدم وان اي حد بيختفي جواها محدش بيعرف عنه حاجه، لكن فيشر افتكر انه مجرد معسكر كشافه وقال ان افضل حاجه يعملها هي انه يطمن اهله برساله. ولما سالوا عن شغل عيلته زميله افتخر جدا وقال ان المدرسه اختارتهم بنفسها بعد التخرج ووظفتهم في مستشفى داخل المدينه. فيشر انبهر وافتكر ان المدرسه دي فعلا محترمه لانها بتضمن شغل لكل الخريجين، لكن الحياه كانت مختلفه تماما. المدرسه دي اصلا بتخرج اشباح وبعد التخرج بتوزعهم على كل مكان ممكن، مستشفيات ومدارس ومدن ملاهي واسانسيرات واتوبيسات وحتى طيارات. وبالنسبه للاشباح دي كانت حاجه طبيعيه جدا. اما فيشر فكان مقتنع انهم بيتكلموا عن وظائف عاديه وفضل يمدح المدرسه لانها تضمن مستقبل طلابها. تاني يوم انطلقت الرحله اخيرا. اول لما دخلوا غابه بالكود فيشر استنشق الهواء وقال ان المكان شكله جميل جدا حتى لو مش قادر يشوفه بسبب نظره. اما زمايله فكانوا بيبصوا له برعب لان المكان اللي بيعتبره هادي بالنسبه لهم جحيم حقيقي. في نفس الوقت في مكان بعيد عنهم ملك الاشباح اللي بيحكم الغابه وصل له تقرير ان مجموعه من الاشباح الغريبه دخلت ارضه. ابتسم ابتسامه مرعبه واعلن ان كل اللي دخلوا الغابه هيبقوا مجرد وجبته الليله. وفي الناحيه الثانيه المدرسه كانت قايله لكل الطلاب انهم يفضلوا ماشيين في اتجاه واحد من غير ما يقفوا. فيشر افتكر ان دي مجرد لعبه معموله عشان تخوفهم وان اكيد في مجسمات مرعبه مستخبيه وسط الاشجار، لكن فجاه ضباب احمر كثيف غطى الغابه كلها وخلال لحظات كل الطلاب اتفرعوا عن بعض. وفجاه الصراخات بدات تتعالى في كل مكان واحد الاشباح حس ان حاجه مجهوله مسكت رجله من تحت. كل ما فيشر كان بيمشي اكتر كان بيلاحظ ان عدد الطلاب حواليه بيقل، لكنه افتكر انهم سبقوه في الطريق بسبب الضباب الكثيف. اما الحقيقه فكانت ان الرعب بدا بالفعل. سيفين كانت اول واحده تقابل وحش من وحوش غابه بالكود. الوحش افتكر انه لقى فريسه سهله ولكنه في ثانيه واحده اكتشف انه اختار الشخص الغلط. سيفين قضت عليه من غير اي مجهود وكملت تدور على فيشر وهي متضايقه لانها لسه مش عارفه مكانه. وفي نفس الوقت بقى طلاب الاشباح وقعوا في قبضه ملك الاشجار العملاق. اما فيشر فكان ماشي وسط الغابه بكل هدوء لان نظره ضعيف خلاه يشوف فروع الاشجار الوحشيه على انها مجرد اغصان عاديه بتقفل الطريق. طلع الفاس اللي اخده قبل الرحله وبدا يفتح الطريق لنفسه، لكن الفاس ده ما كانش عادي، ده كان السلاح الاسطوري الخاص بملك الاشجار والقادر انه يقطع اي حاجه بسهوله. ومع كل ضربه كان فيشر بيقطع الاشجار الوحشيه من جذورها من غير ما يعرف انه بيدمر اقوى وحوش الغابه. وفي مكان تاني اتنين من طلاب الاشباح لقوا زهره نادره وافتكروا انها كنز. اول واحد قرب منها الزهره بلعته بالكامل في لحظه، لكن اول لما سيفن عدت من جنبها الزهره نفسها ارتعشت من الرعب وانكمشت في الارض بدل ما تهاجمها. سيفن فضلت تنادي على فيشر ولما ما لقتوش هددت انها تحرق الغابه كلها لو فضل مختفي. في اللحظه دي ملك الاشجار قرر يتدخل بنفسه، اطلق الاف الفروع ناحيه سيفن عشان يقضي عليها مره واحده. اما فيشر فكان لسه مقتنع ان كل اللي حواليه مجرد اشجار وزهور عاديه ومكمل يقطع اي حاجه تقف في طريقه وهو مش حاسس ان الغابه كلها دخلت في حاله ذعر بسببه. فيشر كمل يقطع كل الزهور والاشجار اللي قدامه من غير اي تردد لانه كان شايفها مجرد نباتات عاديه. وفي نفس الوقت واحد من زمايله اتبلع بالكامل بواسطه زهره الاشباح. صاحبه جري ينقذه ولكن السبب الحقيقي ما كانش الصداقه، الواد كان مستلف منه 500 عمله اشباح ولو مات يبقى الفلوس كلها راحت. فضل يصرخ في الزهره ويطالبها ترجع له المدين بتاعه باي طريقه. اما سيفن فكانت لسه تتقدم وسط الغابه ولقيت اغلب طلاب المدرسه متعلقين على اغصان ملك الاشجار وهو عمال يمتص طاقتهم واحد ورا الثاني، ولكن ولا حتى وقف تساعدهم. كل اللي يهمها انها تلاقي فيشر. وفي الناحيه الثانيه فيشر كان بيجمع الزهور اللي قطعها لانه اقتنع ان ريحتها هتطلع تتبيله شواء خرافيه. وفضل يتمشى ومنبهر بالرحله ومقتنع ان المدرسه صرفت ميزانيه ضخمه عشان تعمل الاجواء الواقعيه دي. بعدها لمح حيوان ضخم وسط الشجر وبسبب نظره الضعيف افتكر
افتكره ارنب كبير، لكن الحقيقه انه كان وحش مرعب مستعد يفتك باي حد يقرب منه. اما فيشر فكان كل اللي شاغل باله انه لقى وجبه العشاء بنفسها، وبالفعل بدا يشويها بالتتبيله اللي عاملها من زهور الغابه. ريحه الشوايه انتشرت في المكان كله، واول واحده شمتها كانت سيفن، وبمجرد ما عرفت ان فيشر هو اللي بيشوي جريت ناحيته فورا. وفي الوقت ده الطالب اللي كان بيجري ورا فلوسه اكتشف فيدر نادر بيمنح قوه هايله لاي شبح بياكله، بلعه من غير تفكير وخلال ثواني قوته انفجر بشكل مخيف، وبقى بيجري هو بيصرخ في كل اللي بيقابله هاتوا ال 500 عمله بتوعي، لدرجه ان اصحابه افتكر انه خلاص فقد عقله. اما فيشر فكان قاعد بكل هدوء جنب النار بيقلب الشواء ومستني ستيفن توصل عشان تاكل معاه، ولا عنده اي فكره ان الغابه كلها مقلوبه. بينما فيشر وستيفن قاعدين مستمتعين بالشواء الارض حواليهم بدات تهتز والاشجار اتحركت بشكل غريب، لكن فيشر ما خدش باله من اي حاجه. اما ستيفن اول لما حس بالخطر وقفت فورا. فيشر استغرب وسالها رايحه فين، ولسه بيقول لها ان اللحمه استوت. ستيفن طلبت منه يحتفظ لها بالباقي وانطلقت ناحيه مصدر الخطر. وفي مكان تاني قوه الفطر اللي اكلها الدب انتهت وجسمه انهار بالكامل. الدقيقه الوحيده اللي حصل فيها على القوه الخارقه استنزفت كل طاقته، فقرر هو واصحابه يهربوا من الغابه قبل ما يحصل الاسوأ. اما ستيفن فكانت وصلت بالفعل لمصدر الطاقه المرعبه، وقدامها ظهر مجموعه من حراس الغابه الميته، ولانهم قطعوا عليها جلسه الشوايه كانت في قمه غضبها. طاقتها انفجرت بشكل مرعب وبصت لهم بنظره خلت حتى الوحوش تتراجع، وقالت لهم بسببكم اتاخرت 3 دقايق عن اكلي. وبدات تدور على المسؤول الحقيقي اللي بيحرك كل اللي بيحصل في الغابه، وهي عازمه انها تنهي كل حاجه بنفسها. وفي نفس الوقت كان باقي الطلاب بيحاولوا يتمسكوا باي امل للنجاه، لانهم حسوا ان الشخص اللي بيطاردوه اخيرا قرب منهم. فيشر فضل ماشي في الغابه هو مقتنع ان اهم قاعده في اي رحله تخييم ان ما حدش يرمي زباله في اي مكان، ولانه افتكر ان ستيفن سبقت الكل قرر يسرع عشان يلحق المجموعه قبل ما المدرسه تقلق عليه. اما ستيفن بقى فوصلت اخيرا لملك الاشجار بنفسه، بصت له بغضب وسالته اذا كان هو السبب في ضياع وجبتها. وفي نفس اللحظه ملك الاشجار استدعى جيش كامل من حراس الغابه واندلعت معركه شرسه. زملاء ستيفن حاولوا يساعدوها ولكن عدد الوحوش كان ضخم جدا، ومع مرور الوقت حتى ستيفن بدات تتعب لاول مره. وفي النهايه قرر ملك الاشجار يقبض على ستيفن ومعاه باقي الطلاب. وبينما الكل فاكر ان نهايتهم قربت، كان فيشر وصل لنفس المكان من غير ما يعرف اي حاجه. شاف شجره ضخمه قدامه وقرر يقطعها عشان يعمل نار يقضي بها الليله. الصراخ اللي كان بيسمعه افتكر مؤثرات صوتيه معموله عشان الرحله تبقى واقعيه. فضل يضرب بالفاس لحد ما اسقط ملك الاشجار بالكامل. الطلاب وقفوا مصدومين، الوحش اللي محدش قدر يهزمه فيشر خلص عليه وهو فاكره مجرد شجره ناشفه. وبعدها ولع نار من الحطب وطلع اللحم اللي كان شايله ستيفن. ولما وصلت اول حاجه عملتها انها قعدت تاكل كأن اللي حصل من شويه ما كانش معركه حياه وموت. بعدها فيشر نادى على كل الطلبه وبدا يشوي للكل. الطلاب كانوا بيبصوا له باعجاب ورعب في نفس الوقت، فبالنسبه لهم الشخص اللي قدر يقتل ملك الاشجار بسهوله اكيد شخص ما ينفعش حد يعاديه. وفي الوقت ده المدرسه كانت مستنيه اي ناجين يرجعوا من الغابه، وكانت متوقعه ان عدد قليل جدا هو اللي هينجو، لكن فجاه كل الطلبه رجعوا سلام. المدرسه نفسها اتفاجئت واعلنت ان كل اللي خرج من غابه بالكود يعتبر نجح في الاختبار. ساعتها بس فيشر عرف ان الرحله دي عمرها ما كانت رحله ترفيهيه، دي كانت الامتحان النهائي للمدرسه، وهو عدى الامتحان بالكامل من غير ما يعرف اصلا انه كان داخل اختبار. بعد ما رجعوا المدرسه طلبت من الكل يهدى، وكشفت ان رحله الغابه ما جايتش فسحه اصلا، كانت امتحان مفاجئ والهدف منه يعرف مستوى الحقيقي لكل طالب. وقالت لهم ان بعد التخرج هيشتغلوا داخل عالم الرعب، ولو مش قادرين ينجوا في غابه بسيطه يبقى مستحيل ينجحوا في شغلهم او يحققوا الاهداف المطلوبه منهم. الطلاب اتحمسوا ووعدها انهم هيتمرنوا اكتر عشان يرفعوا مستواهم ويحافظوا على سمعه المدرسه. بعدها المدير اعلن خبر اخطر، خلال ايام هتوصل بعثه من اكاديميه الاشباح في الشرق عشان يشاركوا في تبادل الطلاب بين المدرستين. لكن الحقيقه الموضوع ما كانش مجرد زياره، دي كانت منافسه دوليه. الفريقين هيتواجهوا في اختبارين، الاول من يقدر يرعب ضحيته بطريقه اقوى، والتاني مواجهه مباشره بالقوه. والمدرسه حذرتهم ان المدرسه الخاسره هتضطر تتنازل عن 3 مناطق رعب كامله للطرف الفايز. ولان طلاب الشرق معروفين بالقوه والتكبر، المدير اكد ان الهزيمه مش خيار. بعد انتهاء الدرس زميلتهم ايفا طلبت من فيشر يقابلها بعد المدرسه في مكان بعيد، وقالت له ان عندها كلام مهم جدا. فيشر وافق من غير ما يفكر، اما اصحابها فافتكروا انها اخيرا هتعترف له بحبها وفضلوا يضحكوا عليها. ولما قابلته فضلت تشكرها على اللي عمله في الغابه، وقالت له انه انقذ الكل من غير ما حتى يحس. وبعدين جمعت شجاعتها واعترفت انها معجبه بيه. فيشر اتوتر ولكنه رد بمنتهى البراءه، وقال لها انه اصلا مش قادر يشوف وشها بسبب نظره الضعيف، ولو وافق دلوقتي يبقى ظلمها من غير ما يعرف حتى شكلها. ايفا ابتسمت وقربت منه اكتر وقالت له يشوفها من مسافه قريبه. وفي اللحظه دي فيشر افتكر الهديه اللي سابها له طلاب عالم الرعب قبل ما يختفوا، كان فاكرها مجرد نضاره عاديه ولكنه لسه ما فتحهاش لحد اللحظه دي، وافتكر انها اخيرا هتخليه يشوف ايفا بوضوح. لكن قبل ما يلبسها رين ظهرت فجاه وسحبته بعيد عن ايفا وسالته بصراحه اذا كان بيحبها. فيشر استغرب واكد انه اصلا لسه يعرفها من كام يوم، وحتى مش قادر يشوف شكلها بسبب نظره، فازاي يحبها؟ ساعتها رين ارتاحت وسابته يمشي. بعدها رين واجهت ايفا بنفسها وسالتها اذا كانت فعلا بتحب فيشر، لكن رد ايفا كان مرعب، اعترفت انها بس مش معجبه بيه، دي نفسها تبلعه بالكامل عشان يبقوا جسم وروح واحد للابد. حتى رين نفسها استغربت من جنونها وقالت لها ان اللي بتفكر فيه ابشع بكتير منها. فيشر رجع لاصحابه والكل فضل يرخم عليه ويقولوا له ان ايفا اعترفت له بحبها، لكنه فضل مصمم انها كانت مجرد بتشكره على اللي عمله معاهم. وفجاه رين رجعت وقالت ان ايفا غيرت رايها فجاه وقررت تسيب المدرسه وتعيد السنه في مكان تاني. وفيشر بطبيعته الساذجه اقتنع بالكلام وافتكر ان الشباب اليومين دول فعلا بيغيروا رايهم بسرعه،
وبعدها مباشرة وصل مندوب التوصيل وهو بيشتكي من الطريق المستحيل اللي اضطر يعيده عشان يوصل للقرية. وبعد معاناة طويلة سلم فيشر النضارة الجديدة، وأول لما لبسها الدنيا كلها اتقلبت. كل الوجوه اللي كان شايفها بشر عاديين تحولت لوحوش وأشباح بأشكال مرعبة. وقتها بس استوعب إن كلام اللاعبين كان حقيقي من البداية، وإنه كان عايش وسط الأشباح طول الوقت من غير ما يعرف. الصدمة كانت أكبر من إنه يستحملها. بدأ يصرخ ويحاول يهرب وهو بيقرر إن المكان ده جحيم ولازم يرجع لعالم البشر بأي طريقة. ولكن في اللحظة دي بالذات بدأ حفل التخرج. المدير أعلن إن وقت توزيع الوظائف الرسمية وصل، وفيشر سأله فرحة إذا كان التخرج معناه إنه هيرجع أخيرا لمدينته. لكن المدير ابتسم وقال إن فيشر واحد من أفضل طلاب المدرسة، وبعد مراجعة الإدارة تم اعتماده رسميا لاستلام وظيفته بعد التخرج. يعني بدل ما يرجع عالم البشر هيبدأ حياته العملية كواحد من أفراد عالم الأشباح. بعد إعلان التخرج المدير أعلن نتيجة التعيينات الرسمية، وكانت الصدمة الكبيرة من نصيب فيشر. المدير قال إنه اتعين في مهمة من أعلى مستوى، وهيبقى الزعيم الرئيسي في سيناريو الرعب من الرتبة اس على أطراف المدينة. ومهمته هناك واضحة جدا، يلتزم بقوانين السيناريو ويقضي على أي إنسان يدخل يتحدى المكان، وما يسيبش أي ناجي يخرج حي. فيشر اتجمد مكانه وما قدرش يستوعب اللي بيسمعه، وصرخ في وش المدير وهو بيقول ايه الهبل ده؟ عايزني اشتغل وحش ارعب الناس في سيناريو الرعب؟ انا اصلا بني ادم يا جماعه مش شبح. بعد ما فيشر بقى الزعيم بقى عنده اتباع وهم شيو ولونغ. لونغ بيكون معجب بيه بسبب انه قتل ملك الاشجار بسهوله لدرجه ان حتى ما قدرش يقاوم. اما فيشر بقى فهو اصلا ما كانش يعرف ان اللي قتله ده وحش من الاساس. سيفن بتظهر جنبه وبتكون بعتت لينا عشان تساعده، بتقول له انت قاعد كده على العرش عامل اكنك شبه الزعيم الكبير، ولكنها ما تعرفش ان الزعيم ده عباره عن زعيم مصنوع من ورق. بننتقل لعند 3 اشخاص انتقلوا لعالم الرعب، وشكلهم كده هيكون اول ضحايا الزعيم الجديد. شيو ولونغ بيكونوا متحمسين اول لما شعر بوجودهم وسالوا فيشر ازاي يقدروا يتعاملوا معاهم. فيشر حرفيا ما بيكونش عارف هيتصرف ازاي، فهو اصلا متوتر خلق لوحده من غير حاجه. سال سيفن ايه الاجراءات المعتاده في الامور اللي شبه دي، فردت عليه وقالت له القتل. ليه بتسال اسئله ملهاش لازمه؟ البشر هم العنصر الغذائي المفضل لينا. فيشر كان فاضل له شويه وهيعملها على نفسه من كتر الرعب، ولكنه اتمسك وما بينش اي حاجه لانه حرفيا لو تعرف انه انسان هيتعمل من فخاد امه شاورما. لونغ قال له انا عندي فضول اعرف انت هتعمل ايه مع البشر دول. فيشر قال لنفسه وانا اعرف منين؟ انا ولا عارف قواعد ولا حكايات غريبه ولا اي حاجه. بعدين ساله لو كنت مكانك كنت هتتصرف ازاي؟ قال له معرفش. وبعدين انت القائد هنا من الرتبه اس، واحنا موجودين هنا لاستماع اوامرك مش اكتر. واخته شياو ضربته وقالت له ان القائد بيختبر خبرتنا، فهو عاوز يشوف اذا كنا احنا الاتنين مؤهلين نكون اتباعه ولا لا. بعدين ردت على سؤاله وقالت له بما ان دي منطقتك فالزعيم الرئيسي وفقا للقواعد الاساسيه لازم يتبع القواعد. الناس اللي بتستخدم طريقه التلاته في واحد بشكل متكرر بيكونوا عارفين حكايات غريبه عن القواعد وجوهر الزنزانه عاليه المستوى. وبما انك دلوقتي بتبني منطقتك فهل محتاج لمنطق الحلقه المغلقه؟ سيفن قالت له ما تشغلش بالك بالتفكير، اي حد هيتجرأ انه يبص لابن خالته ولو لمره واحده هيموت. دي هي القاعده الوحيده ما فيش غيرها. فيشر قال لهم سيبوني افكر في شويه قواعد. فلونغ قال له خد وقتك على الاخر وانا اخرج اتسلى مع البشر دول شويه. فيشر بقى بيكون سرحان في القواعد اللي المفروض تتحط لقتل البشر. بنرجع لثلاث اشخاص دول من تاني، والعجوزه دي شكلها واخده حبايه شجاعه قبل ما تيجي لهنا، مش عاجبها اي حاجه وعماله تشتم في اي حاجه من غير اي حاجه. فاهم حاجه؟ لونغ بيقرر يسهر يلعب معاهم شويه، وبما ان الجهل نعمه في بعض الاحيان بيفكروه شخص عادي من عصابه. فواحد قال له انا بمكالمه واحده اقدر اجيب 200 شخص لهنا. وبعدين ساله انت من انهي عصابه؟ لونغ ابتسم ومن غير ما يتكلم كلمه واحده شاله ورماه على الارض. العجوزه قالت له انت بتتجرأ تضربه؟ هتصل لك بالشرطه وابقى ورينا هتعملها تاني ازاي. فقال لها هعملها كده بالظبط، وضربها هي تاني على وشها. التالت اللي معاهم لما شاف كده قال لك الجري نص الجدعنه، طلع يجري والاتنين جريوا معاه ولونغ بيجري وراهم لحد ما شاو ظهرت قدامه وقالت له الزعيم انا وضع القواعد. بعد كده بياخدوا البشر معاهم لمقر الزعيم، وسيفن بترحب بيهم في عالم الرعب منتزه الاثاره. الست العجوزه لحد حالا ما فهمتش انها في عالم مختلف تماما عن عالم البشر، مفكرهم طلاب من مدرسه بيلعبوا معاهم ومش شايفه الكارثه الحقيقيه اللي هم فيها. لونغ هددتهم ان اي حد يفتح بقه بكلمه واحده هيقطع له لسانه. بعد كده سال ايه هي نوع القواعد اللي الزعيم حطها. شياو قالت انها قاعده واحده بس، جاوب على السؤال وهتقدر تمشي. لونغ استغرب فقالت له عشان انت غبي مش قادر تفهم عبقريه الزعيم. فكل ما المظهر كان ابسط كل ما زاد الرعب. دي حكايه من قواعد المستوى اس، لو كانت المشكله بسيطه من المستحيل اصدار الحكم على قصه الاشباح. واحد من البشر سال ازاي هنخرج من هنا بالظبط، فقالت له سيفن هنلعب لعبه سؤال وجواب، لو الزعيم سالك سؤال وعرفت تجاوب صح فهتقدر تمشي بسهوله. فقال لها ايه اللي هيحصل لو جاوبت غلط؟ ردت عليها هتعرف ده لوحدك. بعد كده بتبدا لعبه الحياه والموت. فيشر قال لهم ان في كلب كان قاعد فوق الثلاجه، فالمفروض نقول له ايه؟ البشر استغربوا من السؤال ومحدش عارف الاجابه. سيفن قالت لهم قدامكم 10 ثواني للاجابه. لونغ استغرب من الاسئله وقال هي
دي بقى الاسئله؟ ولا في دم ولا مذبحه دمويه ولا اي حاجه؟ شياو ضربته وقالت له انت عشان شخص اهبل مالكش دعوه بحكمه الزعماء. او شعر اصفر قال لفيشر الجواب هو بينغو صح، لكن سيفن قالت له الجواب غلط، والجواب الصح الكلب قاعد على تلاجتك هو انزل للاسفل. البشر استغربوا من سهوله الجواب، اما فيشر ما كانش عارف يعمل لهم اكتر من كده. بعدين قال لهم السؤال التاني، اسمع موسيقى بيانغ كويس، لما كان بيعزف على البيانو ليه ما كانش بيستخدم الاصبع ده ابدا؟ بداوا يفكروا ان بيانغ اتصاب بالمرض في سنواته الاخيره، وهل ممكن يكون كان بيعاني من اعاقه؟ واحد قال له ده لانه كان مصاب او صباعه كان مكسور، ولكن الجواب كان غلط، والجواب الصح ده صباع فيشر مش من تاليف بيانغ، فازاي هيستخدمه؟ لونغ مات على نفسه من الضحك وبدا يمدح فيشر ويقول انت عبقري، اما فيشر فكان مصدوم من معدل ذكائهم. بعد كده قال لهم السؤال الاخير، ايه نوع الحاجات الموجوده في العالم اللي بتحط الحشرات في 6 بيضات؟ السؤال كان صعب بالنسبه لهم ومحدش عارف ايه هو نوع الكائن اللي بيحط الحشرات في 6 بيضات، وبداوا يتسالوا لو في حاجه زي كده موجوده في العالم اصلا. الوقت انتهى والجواب كان الجراد. العجوزه استغربت وسالت ليه الجراد؟ شياو قالت لها لما ترجعي بيسال حد تاني، ولكن من الواضح انكم مش هترجعوا ابدا. فيشر امر شياو ولونغ يهتموا بيهم، فهم ولاد حلال ويستاهلوا. بعد كده بيكون قاعد لوحده وبيفكر ازاي يهرب من المكان ده، ولكن وهو بيفكر مره واحده ظهرت شياو قدامه فسالها هنعمل ايه في المهمه الجايه. شياو اتفاجئت انه بياخد رايها وبدات تتخيل انها تكون نائبه القائد. بعدين قالت له عندي خطه، انت دلوقتي في زنزانه من رتبه اس الزعيم الاخير، ولازم ما نسمحش بحدوث قواعد غريبه في كل مره. واقترحت عليه انهم يتوسعوا بشكل كبير ويضموا عدد كبير من الاشخاص للشركه، لان لازم أن يكون المكان ده الاكثر رسميا والاكثر رعب. فيشر سالها عن الاشخاص الغريبه اللي اتكلمت عنهم، فقالت له ان مدينه الملاهي بتتميز بمساحه كبيره، وطالما تقدر تجند 100 مخلوق غريب ففي المستقبل هيكون في طرق كتير للموت. فيشر بينصدم انهم هيضموا اشباح تانية وهو اصلا هيموت من الرعب منهم هم الثلاثه بس. بعدين قال لها انا موافق على الخطه بس خلينا ناجلها شويه، فاحنا دلوقتي ما عندناش فلوس ندفع الرواتب. فقالت له ان مش مهم الفلوس، فباسمك بس الكائنات دي هتيجي هنا تشتغل، وهتكون فرحانه كمان انها شغاله مع زعيم من رتبه اس، وبالنسبه للفلوس فهتكون كفايه اننا ما نفرضش عليهم رسوم حمايه. بعد كده بتقول له سيب الموضوع ده عليها وتسيبه وتمشي. سيفن بتحضر مكانها وبيسالها لو مثلا يعني اتغير الرئيس فجاه بسبب ان عاوز يستقيل ايه اللي هيحصل؟ فقالت له الفكره ده هيتم استبعادها وفقا لقانون الاشباح. بعدين سالته انت عايز تتخلى عنه وتهرب؟ انت لو هربت انا هقطع رجلك واخيطها حوالين جسمي. فقال لها ازاي بس احاول اهرب واسيبك؟ ده انا بس كنت بسال مش اكتر. بعد كده بيكون طلب عصير وبيكون الشخص اللي جابه له هو نفس الشخص بتاع النضاره. بيتعصب عليه ويقول له انت عارف انا عانيت قد ايه لحد ما جيت لهنا؟ العجله اتعطلت في الطريق وبعدها مشيت لمده ساعتين في طريق مهجور، وكمان عديت على مقابل لحد ما اخيرا وصلت لك. فيشر بيعتذر منه وبعدين بياخد العصير وبيدي سيفن واحد، واللي لما بتشربه بيعجبها فورا وبتقول انه احسن بكتير من شرب الدم. بعد كده شيو بتكون جمعت ال100 شبح وبيكون كلهم واقفين قدامهم. واحد بيكلم صاحبه ويقول له انت واخد بالك ان الزعيم ده شبه البشر بالظبط؟ فصاحبه بيقول له انا شايف كده برضه، هو ممكن يكون مزيف. بعدين قال لفيشر هو انت فعلا الزعيم من الرتبه اس؟ احنا على استعداد للانضمام لشركتكم، ولكن قد ايه هي عدد العملات اللي هناخدها كل شهر؟ وفي اللحظه دي وبسرعه البرق بينقسم لنصين. سيفن خلصت عليه وقالت له متطلباتك كتيره وعشان كده تم طردك من الشغل. بعد كده سالت الكل حد عنده حاجه تانية عايز يقولها، الكل ركع على الارض وبقى خاضعين بشكل كامل. بعد كده شيو قالت لهم القواعد هتوصل الساعه 8 بالليل، كل واحد يلزم مكانه ويتبع القواعد المحطوطه بالحرف والا فانتوا عارفين العواقب. بعد كده بتوصل مجموعه تانية من البشر اللي اتسحبوا لعبه القواعد، واللي بينصدموا لما بيعرفوا انهم انتقلوا لعبه قواعد من المستوى اس، ولكن كان في واحد فيهم مش مهتم باي حاجه وبالنسبه له دي حاجه ممتعه. واحد تاني قال له انتهى بل دي اسطوره من المستوى اس، انا انهيت زنزانه من الرتبه ايه في المره اللي فاتت ونص زمايلي في الفريق ماتوا ودلوقتي بقيت الرتبه اس، انت فاهم يعني ايه الرتبه اس؟ واحده من الفريق اتعرفت على الشخص ده وقالت انه ملك الخنازير، الاسطوره الاشهر في عالم القصص القائمه على القواعد. ليه قال لهم ان ده كان في الماضي، انا دلوقتي شخص تاني. بعد كده عند شاو بلغت فيشر ان كل الموظفين استلموا مكانهم، ولكن في واحد منهم مثير للمشاكل وعرضت عليه انه يروح لهناك بنفسه ويستخدم قوته لتخويفهم. بنرجع تاني للبشر وفانغ بيقول لهم احنا لو فضلنا هنا هموت. ومره واحده فيشر ظهر قدامهم، والاول لما شافوه فكروا شخص انتقل معاهم ولكن نزل في مكان تاني فنادوا عليه انضم ليهم. بعد كده بيروحوا لمدينه الملاهي ولكن بيظهر قدامهم شبح وبيطلب منهم عمله لشراء التذاكر، 100 عمله شبح لكل واحد. اي حد هيفكر يدخل من غير تذكره هيموت على طول. واحد تخين بيستغرب وبيتسائل ايه هي عملات الاشباح دي؟ الشبح قال له لو مش معاك عملات فضحي بحياتك وسيبها تذكره دخول. وفي الوقت ده ضباب اسود ظهر فجاه وبيقرب منهم، وده معناه انك لو ما دخلتش هتموت. الشبح بياخد باله من ان فيشر موجود فبيستغرب ايه اللي بيعمله معاهم. بعدين بيفكر انه ممكن يكون بيراقب البشر من قريب، وفي اللحظه اللي يكون عندهم امل انهم ينجوا يظهر حياته ويحول الامل ده الرعب. بعدين قرر انه هيتظاهر بانه ما يعرفوش ويتعاون معاه. البشر ما بيكونوش عارفين هيتصرفوا ازاي، ففانغ بيطمنهم ان معاه عملات اشباح كان عينها قبل كده. وفي اللحظه دي وفي وسط صدمه الكل فيشر بيعدي من البوابه ومفيش اي حاجه بتحصل. التخين
التخين ابو عقل تخين بيفكر ان رسوم الدخول مجرد خدعه، فبيجري بكل سرعته عشان يدخل، ولكن هيبلع يلا. الشبح بيخلص عليه نتيجه انه انتهك القواعد. الكل واقف مصدوم مش عارفين انهي القواعد الحقيقيه من المزيفه. في لحظات فيشر عدى عادي من غير مشاكل، ولكن التخين خدها في صدره. الشبح قال لهم انا شفته وسيم شويه فسيبته يعدي، هل حد عنده اعتراض؟ محدش بيقدر ينطق ولا يعمل اي حاجه. بعدين بيقترضوا 100 عمله شبح من فنغ مقابل 100,000 يوان، وهديتهم ان اي حد هيتهرب من الدفعه هيشوف اساليبه في العالم الحقيقي تخليه يتمنى الموت. الكل وافق، ولكن ليو خد البنت دي واتجه ناحيه البوابه. الشبح قال له انت عايز تموت انت التاني، ولكن ليو بص له بس وبعدين سابه ودخل. الشبح انصدم لانه لما بص له حس انه اكن ملك بذات نفسه هو اللي واقف قدامه. بعد كده الكل بيدفع العملات وبيقدروا يدخلوا مدينه الملاهي. لما بيدخلوا الشبح بيبعت رساله لكل الاشباح الموجوده، وقال لهم فيها ان الزعيم اتسلل بين البشر، مفيش اي حد يزعجه ويتعاونوا معاه بشكل كامل. بعد كده البشر بيقابلوا شبح تاني وبيترحب بيهم في عالم منتزه الاثاره، بيتعرفهم على نفسها ويكون اسمها شيان المرشد السياحي ليهم. البشر بيكونوا مرعوبين، ما هو ده مش منظر مرشد سياحي. سالوها ازاي يمشوا من هنا، فقالت لهم الموضوع بسيط، اجمعوا الطوابع من جميع المعالم السياحيه الخمسه وساعتها هتقدروا تمشوا. اظن مفيش سهوله اكتر من كده، لكن البشر بيكونوا شايفينها بشكل مختلف تماما، فهم مضطرين يروحوا ل5 مواقع مميته من الرتبه اس. شاو بتعرفهم على الموقع الاول. اول قاعده لما الحصان يشتغل هيكون غير قادر على الانطلاق في نص الطريق والموسيقى مش هتقف. القاعده الثانيه هيسمح بس بالخيول الحمراء. القاعده الثالثه ما تلتفتش نهائي، لو حد ناداك باسمك اياك تبص وراك ابدا. فيا ترى مين فيكم هيقبل التحدي؟ وبالمناسبه في قاعده مهمه لمدن الملاهي، وهي ان لازم شخصين يلعبوا مع بعض. بعد كده فنغ بيختار شخصين هيكون هم اول ناس تلعب، ومن ضمنهم كان بطلنا فيشر اللي بدا يفكر انه بما انه مدير اللعبه فالقواعد ملهاش لازمه بالنسبه له. بداوا اللعبه والشخص اللي معاه بدا يسمع اصوات جايه من وراه بتناديه باسمه، والواد من كتر الرعب بص قدامه وما التفتش لورا ولا لمره واحده. اما فيشر اول لما سمع حد بينادي عليه لف على طول يشوف مين. البشر انصدموا وبداوا يبصوا على شين ومستنيين يشوفوا هتعمل ايه. شين عملت نفسها عبيطه وكانها ما شافتش حاجه، فبدا اللاعبين يخمنوا انه ممكن يكون فيشر معاه مهاره او دعائم متطوره بتساعده. بعد كده اللعبه بتقف فالشخص ده بينزل من على الحصان وبيفرح انه لسه عايش، ولكنه بالغلط خالف القاعده الاولى وتم القضاء عليه بنفس الثانيه. اللاعبين بداوا يتسالوا ازاي خالف القواعد مع ان الحصان وقف، ففنغ قال لهم ان ده فخ، الموسيقى ما بتخلصش الا وقت العزف. بعدين استغربوا ان الطالب التاني هو كمان عمل نفس الحاجه، فخمنوا انه ممكن يكون خبير خفي هويته. بعد كده كل اللاعبين عدوا من التحدي ده بنجاح، فعلى طول بينتقلوا للتحدي التاني. بينتقلوا على برج مرتفع، وهنا القواعد هي شخص واحد يقدر يكمل التحدي ده والباقي هينجح عادي. لو نطيت للاسفل فهيكون بامكانك البقاء على قيد الحياه. وبالمناسبه ارتفاع المكان ده اكتر من 500 متر، ومفيش حبل امان ولا حتى مظله هتنط بيها. اللاعبين بينصدموا حرفيا لانهم لو عملوا كده هيتحولوا لفتات بمجرد وصولهم للارض، وده معناه بكل بساطه ارسالهم مباشره للموت. بدا التحدي وشين سالتهم مين اللي هيتقدم للتحدي المره دي، فانا قال لهم ان مش من المعقول ان يكون اول واحد يموت، فبالنسبه لواحد مخضرم زيي حياتي افضل بكتير من حياتكم. بعدين بيختار 2 منهم وبيخليهم يقرروا مين فيهم اللي هينط. الاتنين بيكونوا مرعوبين ومفيش حد عاوز ينط، وقبل ما يعملوا حاجه ليه قال لهم انا هاخد التحدي ده. لين اتفاجئت وقالت له ليه انت، فرد عليها انه طالما حياتهم ما تقدر تساعدهم فهو ما عندوش مشكله. بعدها نط من فوق البرج من غير تردد، فلين نطت وراه على طول. ليه انصدم وقال لها احنا لسه متعرفين على بعض من كام ساعه بس، فاتضح انها كانت معجبه بيه من فتره كبيره. ليه لما شاف كده كب الماء على راسه وفجاه اتحولت للون الذهبي، اتغير شكله بالكامل وقدر ينزل بيها على الارض من غير ما حد يحصل له حاجه، وبكده بيكونوا قدروا يخلصوا من التحدي التاني. بعد كده سيفن بتظهر من العدم والكل بيكون مرعوب منها. ليه بتقدم اول واحد ومفكرها شبه الشبح التاني، بيقف قدامها وبيأمرها تمشي فهو هيكون المسؤول الليله. سيفن بتقول له انت بتكلمني انا، انت فكر نفسك الشخصيه الرئيسيه هنا. ليه قال لها شكلك عندك بعض القدر اللي تفادى هالتي، بس ما علينا، فانا عارف برضه بعد فنون الدفاع عن النفس. بيهجم عليها من كل اتجاه ولكن ما بيعرفش يلمسها ولو لمره واحده. سيفن بتمسك قلب توم من على الارض وبتخبطه بقى على دماغه. ليو بيستخدم تقنيه سد التقنيات السريه وبيحاول يدافع عن نفسه، ولكن سيفن ولا بيفرق معاه حاجه، وبقلب الطوب وبتفضل تخبط بقى على جسمه. بعدين قال لين ان لعبه القواعد دي فيها ثغرات وانا اقدر اخرجك من هنا، وفعلا بيختفوا هما الاثنين. بعد كده سيفن بتنادي على فشر وتقول له تعالى. فنغ بدا يشرح للباقي ادي اخره اللي بيخترق القواعد. في العاده بيكون في انواع من الهوس الغير طبيعي، ومن المحتمل ان الطالب ده هيتعمل عليه تجارب لحد الموت. اما في الحقيقه بقى سيفن بتكون عايزه عصير تشربه زي بتاع المره اللي فاتت. فشر طلع تليفونه عشان يطلبه، ولكن قال لها لازم تعرف ان عامل التوصيل المره اللي فاتت اتاخر 3 ايام على ما وصل لهنا. سيفن اتعصبت على الاخر لانها عايزاه حالا ومش هتستنى دقيقه واحده زياده. وعلى الجانب التاني اللاعبين بيكونوا شايفين المشهد بشكل مختلف تماما، فهم شايفين ان فشر عصبها وان مصيره بقى الموت بكل تاكيد. فشر قال لها بما انك مش قادر تستني فايه رايك تروحي انت وتجيبيه بنفسك. الفكره بتعجبها وعلى طول بتاخد الطريق جري لهناك. اما اللاعبين فحرفيا ما بيكونوش فاهمين حاجه. فانا سال فشر ايه اللي كانت عايزاه منك، فقال له مفيش حاجه، دي بس كانت عايزه عنوان عشان تروح تجيب حاجه من هناك. وعند عامل التوصيل وهو ماشي سيفن
بتظهر قدامه في لمح البصر وبتاخد منه العصير والحاجه اللي معاه. بعد كده اقترح عليها تشتغل في توصيل الطعام بما ان سرعتها كبيره، ولو كنت بتحب الاكل والشرب فاكسبي الفلوس وبالمال تقدري تاكلي اللي انت عايزاه. سيفن سالته لو سائق التوصيل فعلا بياخد اكل وشرب، فقال لها دي حاجه بسيطه طالما بتوصل الطعام في ميعاده. بعد كده بنرجع للاعبين وشين بتجهزهم للتحدي اللي بعده، والتحدي ده عباره عن حلبة سباق، والقواعد هي طالما ركبت العربيه ما تقدرش تنزل منها غير لما توصل لخط النهايه، والقاعده الثانيه ما ينفعش تمشي الا على الطريق الرئيسي. القاعده الثالثه لو كانت السرعه عاليه جدا والعربيه اتقلبت فالسائق هيخسر. والقاعده الرابعه والاخيره احذر انك تتاكل. بتبدا اللعبه اول ما بيتحركوا بيظهر وحش عملاق من وراهم، ومش هو لوحده بس، ده كمان بيكون في وحوش تانية هتحاول تموتهم. اللاعبين كلهم بيحاولوا باقصى حاجه عندهم عشان مفيش حد يموت، ولكن فانغ بيخبط عربيه فيشر عشان يعطل الوحش شويه. بعد كده بننتقل عند سيفن اللي بتكون خلاص اشتغلت في توصيل الطعام. اول واحده بتسلمها الاكل عشان توصله وبتاخده منها وتطلع بره تاكله، فهي مش عارفه يعني ايه اصلا توصيل الطعام. هي وقفت على الشغل ده عشان الاكل والشرب مش اكتر. فضلت تلف على المطاعم كلها وبتاخد منهم الاكل، والاكل اللي ما بيعجبهاش بتسيبه، وفضلت تاكل لحد ما بقت عامله زي البالونه حرفيا. بنرجع لفشر الاول لما الوحش بيقرب منه وبيعرف انه الزعيم، بيعدي من جنبه من غير ما يعمل له حاجه، وده خلى فانغ يستغرب وبدا يقتنع اكتر انه معاه حاجه بتخليه يتهرب من الهجمات الغريبه. بنرجع لسيفن اللي بتقابل عامل التوصيل واللي بيسالها عملت ايه في اول يوم ليها، فبتقول له ان شغل ممتع، دول قدموا ليا الاكل بايديهم بمجرد ما شافوني. وهم واقفين كده فجاه بيشوفوا بلطجيه بيحاولوا يتنمروا على بنت صغيره. ينغ بيتدخل بسرعه يبعدهم عنها، ولكن بما ان الكتره بتغلب الشجاعه فما بيعرفش يعمل حاجه معاهم. وفي الوقت ده سيفن بتتدخل وتمسك الاتنين من هدومهم بترميهم على الارض. بعدها بتمسك قلب طوب وبتفقدهم الوعي. البنت بتشكرها وبعدها الناس بتتجمع حواليهم وبيفضلوا يمدحوا سيفن لانها اتعاملت مع البلطجيه بمنتهى السهوله. بنرجع لفشر اللي بيكون مستغرب انها ما رجعتش لحد حالا، اما فانغ فصدم واحد تاني والوحش جاله في ثانيه. بعد كده التحدي بينتهي وشين بتبارك لكل واحد فضل عايش، والصدمه ان الشخص اللي شفناه من شويه الوحش بياكله طلع انه لسه عايش، وطلع ان الوحش لما بلعه وخرجه من تاني. فانغ اتريق عليه وقال له هي ريحه جسمك قويه قوي كده، اما فشر بدا يفكر انه كان عاوز يموته. ومن الواضح ان مش كل البشر ناس طيبه. بنت سالت شين ايه هو التحدي الرابع، فقالت لها يكون التحدي الاكثر حماسا وتشويقا على الاطلاق. بينتقل له لعبه بيت الرعب، ولكن الفرق ان ده بيت رعب حقيقي، ولزياده الاثاره مش انتوا بس اللي هتكونوا موجودين، في شويه ناس تانية من العيله وكمان ضفنا ناس من بره. والقاعده هنا انك طالما لسه عايش فانت عندك فرصه تنجح، وانتم كلاعبين من الرتبه اس مهمتكم هي انكم تحددوا مين الاشخاص الغريبه اللي انضم لكم في وسط الزحمه. المخلوق الغريب ده مش مجرد بيقلد الناس وبس، ده كمان عنده قدره مرعبه في التمثيل لدرجه انه يقدر يتصرف زي الشخص الحقيقي بالظبط. ولو محدش فيكم قدر يكشف هويته قبل ما تخرجوا من بيت الرعب فدي هتكون نهايتكم. بعد كده بدا اللاعبين في دخول بيت الرعب. فريق فيشر من اول لما دخلوا وهم بيقابلوا وحوش بتظهر من كل مكان لحد ما قابلوا وحش بيقول لهم الفاس اللي وقحتوه هو الفاس الذهبي ده ولا الفاس الفضي. واحد فيهم قال هختار الفاس الذهبي، بس ليه بنختار اصلا؟ الوحش رد عليه بكل بساطه ده لانك بتختار الفاس اللي هتتضرب بيه، ومن غير ما يضيع ثانيه بيكون مقسوم لنصين. بعدها جه دور فيشر ولكن قال له مش عاوز اختار حاجه. الوحش قال له ده عند امك يلا، انت هنا لازم تختار الفاس اللي هيريحك في موتك. لسه بيرفع الفاس وهينهي حياته، وحش صغير جري عليه بسرعه وقفه قبل ما يعمل حاجه وقال له انت عبيط، انت عايز تقتل الزعيم، انت عشان بتفضل في اخر الصف ما انتش عارف حاجه، ده الزعيم الجديد اللي اتولى منصب اداره المنزل من المستوى اس. ولكن الوحش قال له في حاجه غريبه، انا مش حاسس باي طاقه خارجه منه، كل اللي شعرت بيه كان الخوف مش اكتر، هو ممكن يكون انسان بينتحي شخصيه شخص تاني، وطالما كده سيبني اقتله. فلو كنت ضربته بالفاس ده وما ماتش فده معناه انه فعلا الزعيم، ولكن لو مات يبقى كده كان بشري محتال. الوحش بيرفع الفاس وقبل ما يلمس شعره من فيشر الوحش صغير بيضربه ويقول له انت هبل يلا، لو كنت عاوز تموت فاعمل كده لوحدك ما تجرنيش معاك. الوحش استغرب وقال له انت ليه ضربتني؟ انت اكيد حاسس بالخوف اللي خارج منه. فبيقول له ما عشان انت غبي، الزعيم دلوقتي بيلعب لعبه دور تمثيل الادوار، ولو ما اتصرفش زي الجبان ازاي بقى هيقنع البشر اللي معاه انه ضعيف؟ شياو ورونغ وحتى سيفن انت فاكر انهم مش اقوياء كفايه عشان يعرفوا اذا كان محتال ولا لا؟ ولو كانوا النواب بالقوه دي فما بالك بقى بقوه رقم واحد. الوحش فعلا بيقتنع وبعدين بيعيد السؤال على فيشر من تاني، فبيقولوا نفس الجواب انه مش محتاج حاجه منهم. فرد عليه انت فعلا عندك اخلاق عاليه تقدر تعدي من هنا من غير اي مشاكل. واحد من اللاعبين لما بيشوف كده بيفكر ان الاجابه الصح هي انك ما تختارش حاجه، ولكن لما جرب الوحش قال بما انك مش عاوز اي فأس منهم يبقى هستخدم قبضتي. ضربوا ضربه واحده كسر بالجدار اللي وراهم، ولما جه الدور على الباقي محدش اختار حاجه وكله طلع يجري من قدامه. اما فيشر فدخل بالصدفه غرفه سريه وهناك لقى بنت قاعده في الركن وعماله تعيط. سالها مالك ليه قاعده لوحدك، هو انت كنت معانا في الفريق؟ البنت قالت له ان في حاجات كتير غريبه هنا لدرجه اني ما كنتش قادر امشي. قرب منها واطمن عليها وقال لها كل حاجه هتبقى بخير. اما البنت بقى فكانت بتفكر مع نفسها انه طالما لمسها يبقى تقدر تاكله، ولكن بتقف مكانها من الصدمه لما بتعرف انه الزعيم ختم معاه عشان يمشوا من المكان ده. ولكن قبل ما يتحركوا ظهر وحش تاني
منقض عليهم وفكرهم بشر. يان قالت له انت اعمى، ابعد عن طريقي وما تعطلش خطتي. فالكبار دلوقتي بيلعبوا لعبه تقمص الادوار. بعدين بتجري على فيشر وبتعمل نفسها كانت خايفه منه. الوحش بيستغل الفرصه وبيكون لسه هيضرب فيشر، ولكن بيمسكه من دراعه جامد وبيدفعه للخلف. الوحش ذات نفسه بيكون مرعوب من قوته ومن كتر الرعب بيكون مغمى عليه. اما فيشر فحرفيا ما بيكونش فاهم حاجه ولا ازاي اصلا قدر يهزمه، وبيطلع ان الوحش بيمثل كل الوقت ده. بعد كده بننتقل عند مجموعه ثانيه من اللاعبين بيكونوا وصلوا عند تاجر بطيخ. واحده منهم سالت ليه اصلا بيكون في واحد بيبيع بطيخ هنا. اما البنت التانيه بتقول لها بص كويس، ده مش بطيخ، دي رؤوس بشر. وبيطلع ان الوحش ده فعل قوه غامضه عشان ما يخليهمش يشوفوا الحقيقه. الوحش قال لهم انت عندكم بطيخ جميل، انا هاخده منكم كلكم. واحد منهم هجم عليه وضربه برجله، ولكن الوحش ما اتحركش شبر واحد. الواد ما استسلمش وقال انه بيتعلم فنون الدفاع عن النفس بقاله 6 سنين. ولما الوحش خرج هالته الواد جري من قدامه. فنغ بيكون بيفكر مين هو يا ترى الوحش متسلل. لا وكمان الاضاءه ضعيفه ومن الصعب يتعرفوا على حد بالطريقه دي. الوحش بيكون مسك واحد منهم ومن غير تفاهم بينهي حياته. وفي نفس الوقت فيشر ويام يكونوا وصلوا لنفس المكان. الوحش بيقف قدامهم وبيتعرف فورا على فيشر، ولكن على العكس المتوقع بيهجم عليه. فيشر بيمسك السلاح بايده وده بيخلي الجميع يندهش من قوته. بعدها بيضربه في بطنه ضربه واحده طيرته اميل للخلف، وده بيخلي اللاعبين ينصدموا وخاصه فنغ اللي ما بيكونش متوقع ان بالقوه ده خالص. تابع الوحش بيجري يطمن عليه فبيقول له ما تقلقش انا اللي طرت لوحدي. التابع بيستغرب وبيساله طب ليه الزعيم ما بيقتلش بجديه؟ فبيقول له انت عبيط يالا ولا عبيط؟ انت عايز الزعيم يقتلني من غير ما يشعر ان موجود قدامه؟ الزعماء اللي زي من الراد بقس بيكونوا شبه المجانين اول ما يبداوا القتال، وبالنسبه لي ان اعمل نفسي ضعيف قدامه احسن بكتير من اللي كان هيحصل. ودلوقتي اقول الاشباح تاني انهم يعملوا نفس اللي انا عملته. وفعلا الوحوش كلها بتهجم على فيشر اللي حرفيا بيكون ميت على نفسه من الرعب، ولكن الوحوش بتعمل نفسها مش عارفه تصيبه ولا حتى المره واحده. الوحش بيجمع قوته الكامله وبيتحرك حوالين فيشر بسرعه كبيره، ولكن هو بضربه واحده بيطيره من قدامه. اللاعبين حرفيا بيكونوا واقفين متنحين مش فاهمين حاجه. الوحش بيقوم من على الارض وبيعترف بالهزيمه قدام فيشر، بعدها بياخد ادويه ويمشوا. اما فيشر فما بيكونش مصدق انه قدر يهزمه اصلا. سيفن بتكون جابت الاثنين البلطجيه معاها لعالم الرعب، وقالت لشاو ولونغ انهم عايزين يلعبوا فجهزوا الترتيبات. الاثنين بيصحوا بيكونوا مستغربين من المكان اللي هم فيه. سيفن قالت لهم مش انتوا كنتوا عاوزين تلعبوا؟ انا جبتكم هنا عشان نلعب. البلطجيه بتروح دماغهم لحته ثانيه خالص، ولكن بتقطع احلامهم شاو اللي بتقول لهم هنلعب لعبه فخ العسل. بتستدعي شبح ضخم وتقول له روح العب معاهم وعرفهم يعني ايه فخ العسل. بنرجع للاعبين من تاني وبيكون قدامهم طريق الخروج، ولكن لما واحده منهم حاولت تعدي طلع انه فخ والوحش التهمها في ثواني، وباب الخروج الحقيقي كان هو الباب الصغير ده. ويان وفيشر هما كمان بيخرجوا وبيطمنوا انهم دلوقتي في امان، ولكن لما بص في وشها اتصدم لما عرف انها شبح. والسبب عدم معرفته قبل كده ده لان الاضاءه في الداخل كانت ضعيفه فما عرفش يتعرف عليها. شيان بتبارك لهم على خروجهم، وبعدها سالتهم من هو اللاعب الغريب اللي السله اللي داخل. وبالمناسبه هما شخصين مش شخص واحد، ولو عرفتوا تخمنوا واحد بس فكلكم هتنجحوا، ولكن لو ما عرفتوش حد فهيتم التخلص منكم بالكامل. البنت اللي معاهم بتخمن انها يان لانها ظهرت فجاه ومحدش عرف هي جت منين، لكن فنغ بعقل كبير بيقول لها اكيد مش هي. ودلوقتي لازم نكتشف ان هو الشخص الغريب اللي بيظهر انه انسان او نضاره. بيبدا يفكر ان كتير منهم ماتوا، ودلوقتي في 2 متسللين وسطهم. بعدها قال لهم الطالب ده قوته كبيره على عكس البشر، ولكن برضه محدش بيوافقه وخمنوا انه ممكن يكون متعلم اساليب الدفاع عن النفس. ولما فكروا انهم يختاروا اي شخص ويشوفوا اذا كان صح ولا غلط، شيان قالت لهم انتوا معاكم فرصه واحده بس. ففنغ قال لهم انا شايف ان هو الراجل ده. الواد حاول يحذره وقال له ان اختيارك غلط غيره بسرعه، وشيان سالته ليه اخترته هو بالذات. فقال لها من بين اللاعبين اللي دخلوا بيت الرعب كان في واحد متسلل بينهم، ومفيش حد قال له انه لازم يكون من اللاعبين الجداد. والراجل ده كان مرعوب من خياله طول الوقت، ولكن لما رجع بعد ما الوحش كله حصل تغيير بسيط في شخصيته، ففي الوقت ده اتجرأ انه يواجه الوحش. لا وكمان كان اول واحد يفتح باب الخروج، وعشان كده انا متاكد من ان هو الشخص الغريب. البنت دي سالته طب الشخص التاني؟ فقال لها ما اعرفش لان ما حصلش اي حاجه مشبوهه لحد حالا، ولو كان لازم اختار فهختار الطالب ده، ولكن اختيار واحد كافي فمش لازم نعرف من هو الغريب التاني. وبالفعل اختياره كان صح، فالشخص ده كان شبح متنكر على هيئه بشري، واللي كان من نوع الميه اللي بيقدر يتنكر على هيئه اي حاجه. بعد كده بيبدا التحدي الخامس والاخير. شين عرفته ان التحدي هيكون عباره عن مواجهه اقوى زعيم من المستوى اس، وطالما هتعرف تهرب من مطاردته فانت كده نجحت في الاختبار. فيشر بينصدم لانه بيفهم انها تتكلم عنه، فهو دلوقتي لازم يطاردهم بما انه الزعيم. فنغ بينصدم لما بيعرف ان ده اخر تحدي ومفيش تحدي تاني، وبيبدا يفكر ان التحدي الاول كان الملاهي والتاني كان القفز من فوق البرج، اما التحدي التالت كان السباق والرابع كان بيت الرعب. ودلوقتي المستوى الخامس والاخير هو مواجهه الزعيم النهائي، ولكن احنا ما لعبناش المستوى التاني، ومش معنى كده ان في جزء ضايع وما ينفعش نجمع حتى 5 صوابع لاتمام زياره الملاهي. شين ضحكت وقالت لهم مين
قال لكم ما تنطوش من فوق البرج. البنت دي قالت حتى لو عدينا من المرحله الاخيره ده هيخلي كل شخص ياخد 4 طوابع بس، ومعنى كده ان مفيش اي حد هيخرج من هنا. فانا قال لها ده المتوقع من زنزانه من الرتبه اس، واجهنا الكثير من المخاطر من اول خطوه، جزء بسيط من الاهمال هيكلفك حياتك. شان نطت كلامهم وقالت محدش مهتم بالنتيجه الاخيره، ويلا خلونا اعرفكم على مدير مدينه الملاهي. وقبل ما تقول اي حاجه ابو نضاره طلع سكينه من معاه وطلع بها فنغ، وقال له طالما هي وصلت لكده فمش هتظهر بالضعف من دلوقتي. وقال له ما تفكرش انك الوحيد اللي مر بتجربه زي دي، انا كمان عديت من قصه اشباح من المستوى المتقدم، ودلوقتي هكتاز قصه اشباح من المستوى اس. سبب تظاهري بالضعف طول الوقت هو اني مش عاوز اكون اول واحد يخاطر، وبما انك كنت على استعداد لتولي دور القائد فسيبتك تستعرض قوتك شويه. فنغ قال له حتى لو قتلتني هنا فمش هتعرف تعدي من الزنزانه دي. فقال له مين قال لك كده؟ بعدها خد منه الطوابع اللي معاه وادى واحده للبنت اللي معاهم، وبكده يكون جمع 5 طوابع وهي 4. وقال له مدينه الملاهي دي موجوده في الدور الثاني، وعشان نتمكن من الوصول النهائي مش هنعرف لان هيكون ناقص طابع. فايه اللي المفروض نعمله في الموقف اللي زي ده؟ هقول لك الامر بسيط خالص، كل الحكايه اننا لازم نقتل بعض. فلو مشينا على نفس احداث الحكايه وعرفنا ننجو من الزعيم الاخير فالاحداث الغريبه دي برضه هتخلينا نقتل بعض عشان نجمع الطوابع ال5. وبما اننا وصلنا لهنا فانا ما احبش اواجه الزعيم واخرج من هنا وانا معايا الطوابع ال5. شين اتفاجئت بذكائي وقالت له ما كنتش متوقع انك تكون عارف كل حاجه من الاول. بعدها قدر يخرج اخيرا من عالم الرعب، اما البنت وفنغ ما قدروش يخرجوا لعدم وجود طوابع كافيه معاهم. شين بتقلب على الوش التاني وتقول لهم هل مستعدين لتلقي العقاب؟ ولكن قبل ما حاجه تحصل فيشر بيخرج طابع ويديه للبنت، فبتشكره وبتقدر تخرج هي كمان. شبح المايه ما بتكونش فاهمه ليه الزعيم سيبها تمشي، فشين قالت لها ازاي لينا نعرف ايه اللي بيفكر فيه الزعيم؟ فممكن يكون عاوز البشر دول يمشوا عشان يتكلموا عن الرعب اللي شافوه في مدينه الملاهي وتبقى مدينتهم مشهوره في كل مكان. بعدين بيتكلم فيشر انهم هيمشوا هم، اما فنغ متصدم لما بيعرف ان ده هو الزعيم، وبيستغرب اكتر ازاي بشر يكون زعيم لوحوش. شين قالت له من البشري ده؟ الزعيم شبح من الرتبه اس. فقال لها ازاي يعني؟ ده بشري يا بهايم. شبح المايه مسكته وخدته معاهم. بعد كده زمايل فيشر في المدرسه بيكونوا جايين عشان يرجعوه المدرسه، فقال لهم مش احنا خلصنا المدرسه؟ لا هنرجع تاني. فقال له قبل التخرج الرسمي بيبقى في فترات بتروح فيها المدرسه. فيشر ساله طب اجتماع التبادل الدولي مش كان هيبدا؟ البنت قالت له انهم سبقوا بعض الاشخاص من نادي ساكورا وفضلوا معاهم فتره بعد ما وصلوا. فيشر سالهم طب ايه اللي هيحصل لو مشيت؟ فقال له ما تقلقش المدير هيساعدك في تقديم اجازه حسب القواعد. بعد كده ستيفن بتوصل لعندهم فسالها ليه اتاخرت كل ده وطلب منها تليفونه. التليفون كان بيرن وبيطلع من صاحب المطعم. ستيفن كانت واخده منه اكل على اساس انها توصله لصاحبه، وزي ما احنا شفنا فهي وصلته لبطنها بالفعل. وبعدها رن زبون تاني وكان متعصب لان طلب اتاخر اكتر من ساعتين. فيشر بيبص على سجل المكالمات وبيعرف ان ستيفن اشتغلت عامل توصيل، فسالها عن السبب. قالت له ان عامل التوصيل علمني والشغل ده كان حلو، بمجرد ما تشوف الرساله تقدر تروح تاخد الاكل. فيشر قال لها ما تقوليليش اني كلت الاكل اللي اديهولك، فردت عليه بكل بساطه ايوه كلته، ايه الفايده من الاحتفاظ بيه من غير ما تاكله؟ فيشر بينصدم لان حرفيا خلصت كل فلوسه. ستيفن قالت له انت ليه بتصرخ؟ هي مش مجرد عملات عاديه. بعدين طلعت عمله من معاها وقالت له ياخدها، فقال لها مش دي العملات اللي عايزها. بعدها طلع تليفونه واتصل على امه عشان تبعت له مصاريف زياده. استغربت وقالت له مش انا بعت لك فلوس قريب؟ هو انت تطلب اكل جاهز كتير الايام دي؟ بعدها فضلت تهزقه على حاجه هو اصلا ملوش ذنب فيها. بعدين قالت له بنت عمك قالت انها ما شافتكش من اول ما الدراسه بدات. فقال لها انا مشغول جدا بالدراسه وفي الفتره الاخيره بتعلم لغه، فبعتتني المدرسه للتدريب العملي. امه صدقت وبعتت له الفلوس واكدت عليه انه ما يصاحبش اصحاب السوق وهو اصلا بقى الزعيم بتاعهم. بعدها هنا قربت منه وسالته هنعمل ايه دلوقتي؟ ستيفن سالته مين هي وطلبت منها تبعد عنه. فيشر قال لها انها بنت صغيره ولازم يحميها، فقالت له ما تخلينيش اقول ده من تاني. يانغ حاول يدخل ويطلب من ستيفن تسيبها فهي ما تعملش حاجه، ولكن ستيفن ما ادتوش اي اهتمام وطيرته من قدامها. وبعدها يان وستيفن بيمسكوا فيشر وكل واحده فيهم عايزاه ليها، والواد حرفيا بقى عامل شبه اللعبه في ايديهم. وعلى الجانب الاخر طلاب مملكه ساكورا بيكونوا وصلوا اخيرا لمدرسه الاشباح. بمجرد وصولهم بيفتعلوا المشاكل مع طلاب المدرسه، والمدرسه بتوصل لفضل الاشتباك ولكن برضه بيكونوا عاوزين يفتعلوا المشاكل لحد ما بيظهر المدير وبيقول لهم ان المؤتمر على وشك البدء وفي منطقتي انا اللي بحط القوانين هنا. وفعلا طلاب ساكورا بيسمعوا الكلام وبيدخلوا من غير مشاكل. وفي نفس الوقت بيوصل فيشر وزمايله للمدرسه. بيبدا المؤتمر والمسابقه الاولى هتكون حوالين الخوارق. 2 من البشر تم اختيارهم عشوائي والقواعد هي استخدام مهارتك لاثاره خوفهم. الفريق اللي هيتمتع باعلى مستوى من الخوف هيكون الفايز. دخل 2 من مدرسه ساكورا وبعدها تم اختيار 2 من مملكه التنين. اما عند البشر اللي تم اختيارهم ما بيكونوش عارفين هم جم هنا ازاي. الدب بيكون اول واحد بيقابلهم ولكن لما جه يخوفهم اتكعبل على الارض ووقع قدامهم. ويانغ هو كمان بيحاول يخوفهم ولكن البشر بدل ما يخافوا بيكونوا عاوزين يضحكوا، وبكده بيكون فريق مملكه التنين فشل في اول اختبار. ودلوقتي جه دور فريق مملكه ساكورا. البشر بيكونوا قاعدين وفجاه التليفون اللي جنبهم بيرن. اول لما بيرفع السماعه بيسمع صوت شبح بيقول له فاضل لك 7 ثواني. البشر
وفشر بيترعب وبيرمي سماعه التليفون على الارض. بعدها بتظهر الشبح التاني بشعرها اللي منتشر في كل مكان، وحرفيا الاتنين ركابهم بتسيبهم بعضها، بينطوا من الشباك وبياخدوها زحف على ايديهم، وبكده بيكون نجحوا في التحدي الاول. بعدها على طول بيبدا التحدي التاني اللي هيكون عباره عن 5 تحديات هيتقاتل فيه طلاب المدرستين لحد النهايه. اول واحده طلعت من مملكه ساكورا كانت تومي، اما عن مملكه التنين فبعتوا الشبح ده. الواد كان معاه الفطر اللي خلى الدوبه قبل كده قوته تزداد، كانوا قبل ما يطلع الحلبه، وبعد كده الاتنين وقفوا قدام بعض. الواد حجمه ضعف وادالها ضربه رجعتها للخلف، ولما فكر انه كده انتصر انصدم لما لقى قدامه نسخ كتير من تومي. فضل يقتلهم واحده ورا الثانيه ولكن عددهم ما كانش بيقل، وفي المقابل قوته هو بدات تضعف لحد ما تاثير الفطر انتهى. فعلى طول تومي استغلت الفرصه وطيرته من على الحلبه. وفي التحدي الثاني بعتوا 7. تومي قالت لها تستسلم في اي خالده وضرباتها مش هتاثر فيها. النسخ بدات تهجم عليها من كل مكان وسيفن بتصد كل ضرباتهم. بعدها جمعت كره من الطاقه في ايديها ومحت كل النسخ من على الحلبه. بعدين وبسرعه كبيره مسكت تومي من رقبتها لحد ما اختفت في ايديها، وبكده بتكون النتيجه 1-1. الشبح الطويله هي اللي بيتم اختيارها من مملكه ساكورا. بيبدأ القتال وكل واحدة فيهم بتهاجم بكل اللي عندها لحد ما الشبح الطويلة بتستخدم قوتها وتدفع سيفن للخلف. الكل بيفكر ان كده سيفن خلاص هتخسر، فمواجهة نزالين ورا بعض بيستنزف الطاقة، ولكن فيشر بيشجعها من المدرجات، ولما بتسمعه بتتحول تماما، بيتخرج أجنحة قوتها بتزيد بشكل كبير، وبضربة واحدة قدرت تنهي النزال بسهولة. وبكده النتيجة بقت 2-1 لمملكة التنين. المدرسة طلبت منها ترجع، وعلى الرغم ان سيفن لسه قادر تقاتل، المعلمة قالت لها ان الهدف من التواصل بين المدرستين هو تعليم الطلاب، وعشان كده لازم تسيب بعض فرص لطلاب تانية. النزال الرابع بيكون بين ابو عين واحده وام شعر ازرق. البنت لسه هتهاجم، ابو عين واحده فعل مهاره وخلاها تسترجع ذكرياتها القديمه وقت ما كانت بتتعرض للتنمر من الاشباح التانية، وبسبب كده ما قدرتش تقاوم واغمى عليها. وبكده النتيجه رجعت تاني للتعادل، وفاضل نزال واحد هو اللي هيحدد مين الفايز من كلا الطرفين. طلاب مملكه التنين كانوا بيفكروا انهم يبعتوا فشل للنهائي، فهو قبل كده قدر يهزم ملك الاشجار بسهوله. اما فشل اول لما سمع الكلام اترعب، لانه لو طلع على الحلبه حقيقته هتكشف قدام الكل. وبالفعل تم اختيار فشل ليكون المتحدي النهائي. طلع على الحلبه والاشباح من مملكه ساكورا فضلوا يستهزئوا بيه، وقالوا ان حتى ابو عين واحده مش محتاج يستخدم مهارته عشان يهزم واحد زيه. ولكن طلاب مملكه التنين دافعوا عنه وقالوا انه هزم ملك الاشجار بايد واحده، وان التحدي ده تافه بالنسبه له. فشل لما سمع الكلام اتحمس انه يهزم الشبح اللي قدامه، ولكن ما كانش عارف ازاي. وفجاه جت له فكره عبقريه بمعنى الكلمه، قلع النضاره وحطها في جيبه، وبكده مش هيقدر يشوف الشبح اللي قدامه ولا يتاثر بمهارته. الشبح فعل مهارته وفشل واقف باصص له ومفيش اي حاجه حصلت، وده خلى باقي الطلاب يستغربوا وينصدموا في نفس الوقت من قوته. ابو عين واحده بدا ينزف دم نتيجه استخدامه مهارته، وكان هو التاني متفاجئ من اللي حصل. استخدم مهارته تاني باقصى قوه عنده، ولكن مفيش فايده، فيشر اصلا مش شايفه، وبسبب الافراط في استخدام قوته اتعرض لرد فعل عكسي وما قدرش يكمل. وبكده الفايز في التحدي ده هي مملكه التنين، والنتيجه بقت التعادل 1-1. مدرس مدرسه ساكورا راح للمدير وقال له ان كل حاجه بقت جاهزه، فعلى طول امر بتنفيذ الخطه، وفورا اتفعلت تشكيله قفل الروح، وخرجت سلاسل من كل مكان ومسكت جميع الاشباح الموجوده. وبمجرد ما السلاسل مسكتهم محدش كان قادر يستخدم قوته. مدير المدرسه لما شاف كده فعل قوته وشكله اتغير بالكامل وبقى اضخم بكتير من قبل كده. شنغ جمع المعلمين كلهم وقدروا يمسكوا المدير بالسلاسل. بعدها فضل يضحك وقال ان حتى شيطان الجبل ما قدرش يقاوم التشكيل، وطلع انهم اصلا كانت السيطره على المدرسه كانت خطتهم من الاول، وقريب جدا هيسيطروا على مملكه التنين بالكامل. وعند فيشر بيكون هو الوحيد اللي السلاسل ما قدرش تعمل معاه حاجه لانه اصلا انسان. بعدها افتكر السكينه اللي قتل بها زعيم الشجر وعلى طول جري عشان يجيبها، ولكن وهو بيعمل كده واحد من الاشباح وصل له بس، وباستخدام السكينه الملعونه قدر يقتله بكل سهوله. بعدها حرر سيفن من السلاسل وادالها السكينه، وهي قدرت تحرر شويه من الطلبه، وعلى طول جريت على مكان اعمده التشكيل، واول عمود ظهر قدامها قدرت تحطمه بكل سهوله. شانغ شعر بان في حاجه حصلت، فامر واحده من المعلمين تشوف ايه اللي بيحصل. بنرجع لسيفن اللي بتكون بتحطم في العمود الثاني، ولكن بتظهر جنبها الشبح وبتحاول تمنعها، فبتستخدم قوتها في تمديد شعرها وبتقدر تمسكها من رجلها، وبعدها على طول بتخلص عليها. وعند الدب والطلبه اللي معاه بيظهر لهم نفس الشبحين اللي حط عليهم في اول اختبار. اما عند سيفن فالمعلم ده هو اللي بيحضر مكان اللي ماتت بس، وفي نفس الوقت المعلمه بتظهر جنبها. الاتنين بيقاتلوا بعض يمين وشمال، وسيفن شغاله تحطم في العمود لحد ما المعلمه لف صوتها حوالين رقبته وانهت حياته. الاربع اعمده بيكون خلاص انهاروا، فبسبب كده المدير بيعرف يتحرر من ستاره السلاسل. ضخم نفسه للمره الثانيه ونزل بقبضه ايده على شانغ فعصه في الارض، وبكده نجحت مملكه التنين انها تتخلص من التهديد. بعدها على طول فشل اتباع تاني لمدينه الملاهي، لان في مجموعه من البشر الاقوياء هيدخلوا زنزانته قريب. صحابه كانوا رايحين معاه عايزين يشوفوا منطقته عامله ازاي وازاي بيتعامل مع البشر. وهما ماشيين في الطريق بيقابلوا واحده بتتعرف على فشل انه زعيم من المستوى اس، وبتقول انا عايز اتحداك، وبما انك بتحب اللعب في رايك نلعب لعبه الغميضه. بتنشر ضباب اصفر عليهم وتقول لهم انتوا دلوقتي ملعونين مني، لو ما عرفتوش تلاقوني قبل الفجر هتفضلوا على نفس الحاله. بتختفي من قدامهم وبنشوف انها حولت كل واحد فيهم للجنس الثاني. الواد بقى بنت والبنت بقت واد، والبنت مشعر اخضر اتحولت
اتحولت لراجل ضخم بعضلات، وسيفن اتحولت لشاب وسيم وقالت لفيشر انا دلوقتي بنت خالتك ولا ابن خالتك. موتوسيكل كان هيظلم فيشر فسحبته عليها ومنظر المفروض انه رومانسي وكده، ولكن انا الرياكشن بتاعي كان عامل شبه الراجل ده. بعد كده فيشر قال لهم لازم نلاقيها قبل الفجر والا هنفضل على نفس الوضع. امر مشعر اخضر انها تعرف مكانه بما انها من الزومبي وعندها حاسه شم قويه عن الباقي، بتاخدهم لمكان مهجور وبتقول لهم انها في الداخل، ولكن من الواضح ان الدخول هناك مش هيكون سهل. بيظهر قدامهم مجموعه كبيره من الوحوش سد الطريق عليهم. مشعر اخضر قالت لهم ما تخافوش يا بنات سيبهم لي انا ههتم بيهم. واضح انهم اندمجوا زياده عن اللازم في الشخصيات. بعد كده مشعر اخضر وسيفن بيقاتلوا الوحوش وبيقدروا يتعاملوا معاهم بمنتهى السهوله. بعدها بيدخلوا للمبنى وهناك بيقابلوا الشبح هناك. فيشر سالها ايه معنى انها تحولهم للشكل ده، فقالت له انت مدير ملاهي من الرتبه اس، شهرتك كبيره ولو قتلتك المدينه دي كلها تبقى ملكي. فيشر قال لها يعني انت عايزه تقتليني؟ تمام، بس قبل ما نبدا وتكون المواجهه عادله عندي لك خيارين، ايه رايك تواجهنا احنا الخمسه مع بعض لوحدك، او الخيار التاني هبعت لك نفس الخمسه لمواجهتك. ما بتختارش حاجه لان اصلا الاثنين نفس الحاجه. ففيشر بيامر صحابه بالهجوم عليها وهو بيدعمه من الخلف. ومشعر اخضر اول واحده بتضربها، بعدها سيفن اللي بتكسر على دماغها قلب الطوب، وبعدها الكل بيضربها باي حاجه تيجي في ايده لحد ما استسلمت ورجعتهم لحالتهم الاصليه من تاني. هربت من قدامهم، ولكن قبل ما تهرب بتكون خدت شنطه فيشر معاها. سيفن طمنته وقالت له هرجعها، وفيشر خد صحابه لمدينه الملاهي، والبشر الاقوياء بيكونوا وصلوا هم كمان، وكلهم كانوا مستهزئين بزنزانه المستوى اس وهدفهم هو قطع رئيس الزعيم. شبح البوابه قابلهم وطلب من كل واحد 100 عمله شراء لتذكره الدخول، اي حد ما معهوش تذكره هيتم اعدامه فورا. هنا قال له طب وريني هيتم اعدامنا ازاي. ضرب بقفاز الجليد طياره من قدامهم، وبيكون القفاز ده حصل عليه من زنزانه من المستوى اس. ولما دخلوا ظهرت قدامهم شيان وعرفتهم انها تكون مرشدهم السياحي هنا. يان سأل لو كان المفروض يتخلصوا منها هي كمان، ولكن يان قال له سيبها، فمن الافضل ان يكون في حد بيعرفك الاماكن الغريبه. بدات تعرفهم على مستويات اللعبه، وان عشان يخرجوا من هنا لازم نجمعوا 5 طوابع من 5 اماكن. المستوى الاول هو الحصان، وبدات تعرفهم على قواعد اللعبه. الكل بدا يتحدى بمنتهى السهوله، ويان امر واحده من معاهم تدمر الموسيقى. وفعلا بعد ما عملت كده الكل نزل ومفيش حد حصل له حاجه، لانهم كانوا عارفين ان الفخ الوحيد في المستوى ده هو الموسيقى. فلما الاحصنه تقف هتفكر انك كده كسبت، ولكن الموسيقى هتكون لسه شغاله وكده هتكون وقعت في الفخ. بعد كده بتعرفهم على المستوى التاني وبتعرفهم ان واحد يقدر ينط والباقي هينجح عادي. وهنا يان فهم الخطه كلها، بما ان التحدي ده صعب على الناس العاديه، ولو مثلا ضحوا بواحد عشان الكل يعيش هيتفاجئوا في الاخر ان طوابع ناقصه وكده يفشلوا برضه. ولكن بما انهم ناس مش عاديه وعدوا قبل كده من زنزانات مستوى اس، فكانوا عاملين حسابهم في كل حاجه. خرجوا من مساحه التخزين من الزلط وكده الكل قدر ينط، وكل واحد خد الطابع التاني. بتاخدهم معاه للتحدي الثالث واللي هو السباق، وبتعرفهم على القواعد. ولكن يان قال لهم محدش يستعجل ويركب عربيه السباق. وبعد شويه ظهرت الوحوش اللي المفروض تعطلهم وتحاول تقتلهم، ولو كانوا ركبوا عربيات السباق فكان هيكون من الصعب التعامل معاهم. ولكن دلوقتي الوضع مختلف، الراهب اللي معاهم بيتقدم وبيستخدم تعويذه برق بيصعد بيها كل الوحوش اللي قدامه، وبتكون التعويذه دي مخصصه للوحوش بس ومفيش اي ضرر منها نهائي على البشر. بعد كده بيركبوا عربيات السباق وبيتحركوا بكل بساطه. شبح الماء بتخرج لشان وتقول لها مين اللي مات فيهم عشان ينتهي شخصيته، فصدمتها لما قالت لها ان البشر دول اذكياء ومفيش حاجه قادره توقفهم، ولو كملوا بنفس الطريقه ده هيوصلوا بمنتهى السهوله لخط النهايه. بننتقل لفيشر اللي بيسال الدنيا ماشيه ازاي. شيوبه تعرف ان البشر دول ناس مش عاديه، ودلوقتي هم في المستوى الثالث، ولو كملوا بنفس السرعه هيقدروا يوصلوا لهنا قريب. فبيأمرها هي ولونغ يتصرفوا معاهم، ولما بيمشوا بيكون مرعوب لان لو البشر قدروا يوصلوا لبيته فعلا فده هتكون نهايته. وبيبدا يتساءل ليه سيفن ما رجعتش لحد حالا. وعند البشر بيكونوا وصلوا لبيت الرعب، ولكن المره دي ما كانش في اي قواعد. بيقابلوا في طريقهم الوحش اللي بيقول لهم اختاروا من الفوز دي يا اما الذهبي او الفضي. يانغ بيقول له مش عايزين حاجه، فالوحش بيهجم عليه ويقول له لازم تختار حتى لو ما كنتش عايز. يانغ بيصد ضربته بقفاز الجليد، وبعدها بيجمع كامل قوته في القواز وبيقدر يهزمه، ولكن في المقابل بيكون الصف دراعه. زميلته في الفريق بتطلع انها معالجه فبتعالج اصابته. بعدها بيكملوا التقدم في بيت الرعب لحد ما بيقابلوا يان قاعده تعيط في ركن لوحدها. الراهب ومن غير تفاهم بيستخدم تعويذه البرق عليها، وبعدها بيكملوا تقدم ولكنهم شافوا حاجه لحد ما بيقابلوا بيع البطيخ واتباعه فبيدخلوا في قتال معاهم. يانغ بيواجه القائد امالين فبيتواجه اتباعه واللي تقدر وبكل سهوله انها تخلص عليهم. بيع البطيخ بيزود قوته وبينطلق بكل سرعته على يانغ، بيقدر يسيبه ويرجعه للخلف، ولكن ليم بتتدخل وبتقلب المعركه لصالحهم. ومع انهم 2 ضد 1 الا انه لسه برضه بيقاوم، ولكن ولان فرق العدد بيفرق في المعركه فبالتالي بينهزم قدامهم. بعد كده بيتجهوا لمنزل الزعيم، ولكن بيقف في طريقهم لونغ وشيان اللي بترحب بيهم وتقول لهم انت اول مجموعه من البشر توصل لهنا وهتكون اخر مجموعه. لونغ بيواجه يان، اما شيان فبتواجه لين اللي بتتحرك بسرعه وبتتفادى هجمات عدوها، ولكن لين بتتفوق عليها وبتقدر تهزمها. وفي معركه لونغ بيجمع قوه اللهب وبيطلقها في اتجاه يانغ اللي بيصنع حاجز من الجليد وبيصد هجومه. بعدها بيجمع قوه الجليد وبيقدر يسيب يانغ بشكل مباشر. بيتحركوا بعدها للزعيم وبيتفاجئوا انه شبه طالب بشري. يان حذرها من الوحوش اللي تبقى شكل الانسان بتكون قوتها مرعبه، لانه في مره قابل بنت صغيره
الصغيره وباقي اللاعبين افتكروا انها انسانه تايهه، وفي النهايه اكتشفوا انها الزعيم الاخير. الراهب اول واحد استخدم تعويذته على فيشر، ولكن زي ما احنا عارفين ان تعويذه ما بتاثرش على البشر، فبالتالي ما عملتش حاجه، فبيضطر انه يستخدم تعويذه خطيره تقدر تعرض اي وحش مهما كان مستواه لاصابات خطيره، ولكن برضه ما بتاثرش على فيشر ولا حتى بشكل بسيط. وهنا الكل بينصدم والراهب بيبدا ينزل بسبب استخدامه تعويذه خطيره، وبيخمنوا انه ممكن يكون من مستوى الملك. وعند رونغ وهشام بيكونوا سامعين صراخهم، فبيفكروا ان فيشر عامل معاهم الواجب جوه. يان بيبدا يفكر ان لو ده فعلا زعيم من مستوى الملك، فالزنزانه ده هتتصنف بعد كده على انها زنزانه عاليه المستوى. اما دلوقتي مفيش غير احتمالين اللي بيحصل ده، يا اما الظاهره الغريبه دي حاله خاصه، يا اما اللي قاعد قدامنا ده بشري اصلا. فسحر البرق بتاع الراهب بيأثر على كل انواع الوحوش، ولكن ما بيعملش اي حاجه مع البشر. ولكن ينغ بيكون رافض يصدق انه بشري قدر يوصل للمستوى اس، وكمان عنده الكثير من الاتباع تحت امرته. لو كان بشري زي ما بتقولوا فكان زمانه اتاكل من زمان. وعشان يتاكدوا من صحه نظريتهم فخلوا لين تستخدم الهجمات الجسديه وفعلا قدرت تسيبه واتجرح في ايده. يان امر على طول ينغ انه يمسكه ويفقد الوعي، فهم عايزين يعرفوا ايه اللي بيحصل بالظبط. ولينغ اللي بيكون مش قادر يتحرك بينصدم ان حتى زعيمهم ما قدرش يعمل معاهم حاجه. بيخرجوا بره وبيقولوا لشو انهم خلصوا اللعبه وهزموا الزعيم فتسيبهم يمشوا. اما عند اصحاب فيشل لما بيعرفوا انه اتمسك جريوا على طول يطلبوا المساعده. شبح الماء ظهرت لشين وسالته هيعملوا ايه دلوقتي، فقالت لها ان بسبب القواعد ما نقدرش نعمل حاجه هنا في مدينه الملاهي، ولكن بمجرد ما يخرجوا من بوابه الدخول فده هتكون لحظه الصيد بالنسبه لهم. وبالفعل اول لما البشر بيخرجوا من البوابه ظهرت قدامهم معاها بقيه الاشباح، اتحولت لهيئتها الحقيقيه على شكل ذئب وانقضت عليهم، والثلاث اشباح اللي معاها هجموا عليهم هم كمان، ولكن فرق القوه بينهم واضح. فالبشر باستخدام معدتهم واساليبهم الغريبه متفوقين تماما على الاشباح اللي قدامهم. ولكن بعد كده لونغ وشين حضروا هم كمان، وستيفن والاف الطلاب والمعلمه جم للمساعده. البشر حاولوا يقاوموا بكل اللي عندهم، ولكن عدد الوحوش كان اكتر منهم بمليون مره. بعد كده فيشر استرجع وعيه من تاني وشكر ستيفن انها انقذت حياته، ولكن هي قالت له انت دراعك اتصاب ولسه بينزف. وبعدها صدمته لما قالت له انت يا ابن خالتي انسان مش شبح. فيشر اترعب وابتدى شريط حياته يعدي من قدامه من ساعه ما دخل مدرسه الاشباح بالغلط. سالته يا ترى تحب اكلك بأنهي طريقه، قربت منه وهي مخرجه هالتها، وقبل ما تلمسه عرض عليها اكل مجاني كل يوم وكمان علبه عصير من اللي بتحبه، فوقفت على طول وسابته في حاله. بعدين سالته هيروحوا فين في عطله الصيف. لما قال لها هرجع البيت قالت له تمام خلينا نرجع البيت، فانصدم انها عايزه تروح معاه البيت فرفض الفكره تماما. قالت له حنفي، فقال لها تنزل المره دي بس خلينا نوضح شويه حاجات، اياك تاكل اي حد وكمان ما تظهريش حياتك قدام اهلي. بعد كده رجعوا البيت وامه سالته عنها، فقال لها دي زميلتي في الصف وبسبب تجديد مساكن الطلاب في الاجازه جبتها تفضل معانا فتره من الوقت. امه بتاخد بالها من عينها فقال لها هي كده من وهي صغيره. بعد كده سيفن بتمسكه من رقبته وتقول له فين الحاجات اللي وعدتني بيها، وفي الوقت ده امه بتدخل عليهم وبتشوفهم في الوضع اللي ما يتفهمش الصح ده، فبتتصل بوالده وتقول له ابنك بقى عنده حبيبه يا حاج، مش انت كنت قايل لي انك هتيجي النهارده، تعالى بسرعه بقى عشان تشوفها. وبعد مرور شويه وقت الاب بيوصل، واول لما بيشوف سيفن بينصدم مكانه. بيبداوا الاكل وسيفن بتمسح الاطباق كلها. بعد كده الاب بيكون واقف لوحده، فالام قالت له حتى لو حبيبه ابنك ما عجبتكش فمش لازم تبين قوي كده. رد عليها ان مفيش فايده من الكلام طالما هي مش فاهمه حاجه. بعد كده راحت تسال سيفن هتنام فين، فبيتهم ما فيهوش غير غرفتين بس، فردت عليها بكل بساطه هنام معاه. الام انصدمت من جرأتها الغريبه واقترحت عليها تنام معاها، ولكن فيشر اعترض على الفكره تماما، فهو مش مطمن من سيفن اللي ممكن تاكلها في نص الليل، وقال لها انا هنام على الارض وهي على السرير. بعد كده وفي نص الليل وهو نايم سيفن بتكون بتراقبه، فصحي من النوم مرعوب وسالها ليه لسه صاحي لحد حالا، فقالت له ان دقات قلبه مستقره وهو نايم، فيا ترى امتى هتقف. بعدين خرجت من الغرفه وقابلت الاب اللي بالمناسبه اسمه هان. قال لها طالما لسه صاحيه تعالي نتكلم بره شويه، وبره وضح لها انه عارف انها شبح، فقالت له وانت كمان. هوبا دي شكلها لسه هتحلو. هان هو كمان طلع شبح ومخبي على اهله. سيفن هجمت عليه ولكن من الواضح ان هان ما بيكونش سهل، بيصد كل هجماتها بكل سهوله، ولكن وهو مقلل من حذره سيفن بتقدر تسيبه بطاقتها الغريبه، وقالت له انت اقوى شويه من الاشباح منخفضه المستوى. هان قال لها اقوى شويه، ده انا وانا في شبابي كنت سيد الشياطين ساحب ال 10000 روح، الاشباح من المستوى اس كانوا خدامين عندي. بعدين سالها ايه اللي هي عايزاه من ابنه بالظبط، وحذرها انه لو اتعرض للاذى هتكون نهايتها هي والمنطقه اللي جايه منها الهلاك. سيفن قالت له بما ان الاب شبح والام بشريه مش معنى كده ان ابنكم نص شبح ونص انسان، فمش من الغريب انه كان بيشيل السكينه الملعونه في اي وقت وفي اي مكان. بس في حاجه انا مش فاهماها، هو ليه ضعيف قوي كده لدرجه ان اقدر اوقعه على الارض بصابع واحد؟ فقال لها ده بسبب ان اول ما اتولد ختمت كل قوته، وسبب ضعف نظره ده كان نتيجه عكسيه من الختم، ولكن من حسن الحظ النضاره عوضت الفرق ده. ولكن في الفتره الاخيره حسيت ان الختم ظهر فيه تشوقات مش هقدر اصلحها. بعدين قال لها السر ده يفضل بيني وبينك، اياك تقول للفشل اي حاجه، فقالت له تمام ما تقلقش سرك كبير. بعدها على طول راحت تصحي فيشر وقالت
قالت له انت نص شبح ووالدك شبح. فيشر ما صدقهاش وقال لها ان والدي شخص عادي جدا، وبعدها كمل نومه. ولكن هي قالت له جهز نفسك بكره علشان اعلمك ازاي تسيطر على طاقتك الغريبه. وبالفعل تاني يوم الصبح قالت له ان اول حاجه لازم نجمع الخوف، واسرع طريقه عن طريق القتل. فيا ترى عايز تقتل مين؟ معلمك اللي كان بيديلك واجب كتير، ولا يمكن زميلك اللي في الفصل، ولا جارك المزعج اللي كان بيضايقك طول فتره الاجازه؟ فقال لها ولا ده ولا ده. في عالم البشر في طرق كتير لتجميع الخوف من غير قتل. بينتقلوا البيت الرعب وبيجهزوا نفسهم عشان اول ما البشر يدخلوا يظهروا فجاه ويخوفوهم. وفعلا اول 2 من البشر بيدخلوا ولكن بيفشلوا في تخويفهم. بعدهم بتدخل مجموعه من البنات ولكن بيفتكروا متحرش فبياخد ضربه في وشه. وبما ان بيت الرعب ما جابش نتيجه فانتقل للخطه الثانيه الا وهي تصوير فيلم رعب. كلم مساعد المخرج وطلب منه يلعب دور المهرج اللي شايل المنشار. المساعد ما كانش موافق في الاول ولكن لما خد رشوه قال له انا شايف فيك نجم صاعد، والدور ده فعلا كان متجهز لك حرفيا. وفعلا تم تجهيزه عشان يكون المهرج وبدا التصوير. جري ورا البنت زي المجنون، واول لما شم ريحه الخوف منها اتحمس اكتر وكان هيقطع راسها. البنت جريت على المخرج وقالت له الممثل ده في حاجه غلط. اما فيشر فقال لسيفن انه فعلا شعر بالخوف. وفي الوقت ده كل الموجودين تم اختيارهم لقواعد زنزانه الرعب، والكل لازم يلتزم بتنفيذ التعليمات المكتوبه. المهمه هتكتمل بمجرد تصوير الفيلم. كل واحد مع 10 نقاط، واي مخالفه في السيناريو هيتم خصم النقاط اللي بتخطى المشهد، واي حد نقاطه هتوصل للصفر هيتم استبعاده. بعد كده كل واحد خد السيناريو بتاعه. فيشر هيعمل دور شبح منخفض المستوى، اما سيفن فهتعمل دور بنت صغيره ما بتعملش حاجه غير انها تخاف من اي حاجه، وعلى طول بيظهر قدامهم شبح بيتحرك ناحيتهم، والكل بيفكر ان ده مكياج وينبهروا قوي بكل التفاصيل دي. ولكن لما بتقرب اكتر بيعرفوا انها مش شخص عادي. واحد بيخاف منها وبيطلع يجري ولكن ما بيلحقش وجسمه بيختفي من الوجود. وهنا الكل ادرك انهم فعلا دخلوا لعبه قواعد الرعب. وعشان الكل ما يموتش المخرج طلب من الكل يبداوا التصوير، وكمان طلب من المساعد انه ياخد معاه شخصين ويمشوا بالعربيه ويشوفوا لو كانوا هيعرفوا يخرجوا من الضباب ده ولا لا. بعدين بيبدا يجهز الممثلين ويعرف كل واحد هيعمل ايه. المشهد عباره عن سيفن هتعمل للبنت البريئه، واربع ممثلين هيكونوا رايحين في رحله ولكن العربيات عطلت فيضطروا يفضلوا في البريه. بيبداوا تصوير العربيات عطلت وكمان مفيش شبكه يتصلوا على حد، وسيفن بتعمل نفسها مرعوبه وخايفه من كل حاجه. البنت اللي معاهم بتقول لهم انا شفت منزل مهجور قريب من هنا فخلينا نفضل فيه طول الليل. وبكده المشهد الاول انتهى. المساعد رجع وقال للمخرج ان كل ما بنتقدم اكتر في الضباب بنرجع لنقطه الصفر من تاني، وشكل كده مفيش اي طريقه نخرج بيها من هنا الا عن طريق تصوير الفيلم. بعد كده صوت النظام بيكلم الاشخاص اللي هيلعبوا دور الاشباح وامرهم يتوجهوا للكوخ المهجور في القطاع واحد. ففيشر قال لسيفن بما انك هتبقى شبح بعدين فايه رايك تيجي معايا؟ فقالت له ازاي بس، انا دلوقتي بنت صغيره ضعيفه مسكينه ما اقدرش اعمل اللي انت بتقول عليه ده. فاضطر انه يروح لهناك لوحده، وهناك قابل الاشباح اللي هيمثلوا معاه. اتعرفوا على بعض والدنيا مشيت عادي من غير مشاكل. بعدها دخلت الشبح الكبيره وقالت لهم بعد شويه هنتجه للمنزل القديم. بعد كده بيبدا تصوير المشهد الثاني، والمطلوب من الممثلين انهم يدخلوا غرفه غريبه في البيت القديم، وفجاه يظهر شخص غريب هينزل عليهم من السقف، وبعدها يحصل هجوم مفاجئ على البنت الصغيره. سيفن سالت المخرج لو كان ينفع تقتل الشبح، فقال لها ان مفيش نص بيمنع قتلها، بس ثانيه واحده دي وحش ازاي هتقتليها؟ فقالت له ما تهتمش سيب الموضوع ده عليا. بعد كده بدا الممثلين يدخلوا البيت وفجاه ظهر فيشر وهو نزل عليهم من السقف. فضل يجري ورا سيفن اللي عامله نفسها خايفه ومرعوبه. اما باقي الممثلين لاحظوا انه نفس الشخص اللي كان بيمثل معاهم، وبداوا يخمنوا انه اصلا وحش وتسلل بينهم، وبسبب خوفهم الشديد خرجت منهم طاقه الخوف. وفيشر اول لما شعر بها اتجنن اكتر وبدا يجري وراهم وبيطلب منهم يصرخوا ويخافوا اكتر واكتر. ولكن بعد ما جري وراهم لفتره طويله تعب من كتر الجري ورجع مكانه. اما المخرج بقى فكان مبسوط من واقعيه المشهد. بعدها امر المساعد بتجهيز الممثلين للمشهد الثاني اللي هيظهر فيه البطل، واللي بالمناسبه هو فين. طلع انه كان نايم طول الوقت ومش عارف اي حاجه بتحصل بره. اول لما خرج المخرج سلمه النص الجديد وطلب منه يحفظه حالا. المشهد اللي بعده هيكون عباره عن ان المجموعه اتقسمت عشان يكتشفوا المنزل، والممثله بقى تستكشف غرفه التخزين وهناك هتقابل شبح هتخلص عليها، ولازم يلتزموا بالنص والا لو حاجه عملوها غير موجوده في النص ممكن تعتبر انتهاك ويموتوا كلهم. بيبدا المشهد بواحد من الممثلين اقترح على الباقي ينقسموا الفريقين لاستكشاف البيت فممكن يلاقوا اي كنز قديم. الكل بيوافق والممثله اللي هتتقتل بتكون ماشيه مش قادره تمشي من كتر الرعب. المصور بيكون ماشي وراها وبيصور كل لحظه بتمر بيها. بتدخل غرفه من البيت وهناك بتقابل شبح قاعده قدام المرايه. اول ما بتلف وشها الباب بيتقفل عليهم، وبعدها بتسحب معاها للدولاب ودقايق قليله وبنلاقيها بتخرج لوحدها. المصور اللي معاهم بيكون ميت من الرعب، بيرمي الكاميرا على الارض وبيحاول يخرج ولكن ما بيعرفش. وفي اللحظه دي الشبح بيقرب منه هو التاني. وفي الخارج عند الشخص اللي واخد دور البطل ما بيكونش لسه مستوعب ان كل ده حقيقه، مفكر ديكور ومونتاج ومش عارف حجم المصيبه اللي هم فيها. وبسبب ان المصور مات فالمخرج قرر يضحي بالمساعد بتاعه ويخليه هو المصور الجديد. المشهد اللي بعده كان هو قتل الطفله الضعيفه. الشبح الكبيره بتظهر لسيفن وقبل ما تقرب منها بتمسك ايدها في صدمه كل اللي بيتفرج. بعدها بتهجم عليها من تاني ولكن كل هجماتها من غير فايده. سيفن بتستخدم قوتها انهيار النجم المظلم وبلمسه واحده قدرت تمحي الشبح من الوجود. البنت ده اول لما شافت اللي حصل جرت على المخرج وقالت له البنت دي مش طبيعيه، ما هو مفيش انسان عادي
هيعمل اللي عملته ده، وبسبب ان سيفن قتلت الوحش النص المكتوب اتغير بالكامل. بعدها جه دور بطل الحكايه، هيستكشف اعماق المنزل ولكن في النهايه هيكون مربوط في الطابق السفلي. زمايله هيجوا لعنده ولكن هيحصل هجوم مفاجئ عليهم من الظلام. ينغ ابن العبيط لسه برضه رافض يصدق ان كل ده حقيقه وكان متحمس للدور اللي هيعمله. وبالفعل بدا المشهد وينغ بيكون مربوط بالسلاسل وصاحبته تيجي لعنده وتقدر تحرره، ولسه هيهربوا ومره واحده ظهر وحش كان هيخلص عليهم. زق ينغ وقع على الارض ولكن ولحسن الحظ قدروا يفلتوا منه في اخر لحظه. بعد ما المشهد انتهى ينغ راح للوحش وحذره يتعامل معاه بحذر بعد كده، وكان مفكره انسان بيمثل معاهم. بعد كده واخيرا بيبدا المشهد الاخير من الفيلم واللي هيكون عباره عن مطارده الوحوش كلها للبشر. المشهد بيبدا بالبشر بيحاولوا يهربوا من الوحوش اللي بتظهر من كل مكان، ولكن الباب بيكون مقفول ومحدش بيعرف يخرج. فينغ وقف قدامهم وقال للباقي سيبونا ونحاول اخرهم على ما تخرجوا من هنا. اما فيشر فظهر وهو مستمتع بطعم الخوف اللي خارج منهم، فقد السيطره على نفسه وبدا يطارد اي حد بيجي قدامه، حتى الوحوش اللي معاه كان بيجري وراهم، لحد ما سيفن دخلت وخلته يستعيد وعيه وفهمته انه كان غارق في الخوف وقالت له حاول تسيطر على نفسك. فيشر حس ان جسمه بقى اقوى من الاول وكمان نظره اتحسن شويه، وعند الباقي الوحوش لسه بتجري وراهم. واحد من الاشباح كان هيمسك ينغ ولكن ينغ اتدخل وعمل انه هيضرب الوحش على اساس انه يقع على الارض وكده، ولكن الشبح فضل واقف مكانه وبعدها ضربه في وشه ولزقه في الجدار. اما الشبح ام رداء احمر فكانت بتجري ورا واحد تاني وبالفعل قدرت تقتله قدام عيون ينغ. اللي اخيرا السبب اللي بيحصل ده حقيقه مش تمثيل وكل حاجه هنا حقيقيه. جري هو واللي معاه ناحيه الباب يحاولوا يفتحوه ولكن مفيش فايده، الباب مقفول باحكام والوحوش بتقرب منهم اكتر واكتر. وفي اللحظه دي سيفين قررت تتدخل وتكسر الباب بنفسها، وبكده بتكون النهايه والفيلم اخيرا بيخلص. الضباب اتشال والوضع رجع طبيعي من تاني، والممثلين ما استنوش لحظه واحده وهربوا من المكان. وفي مكان تاني بنشوف مجموعه من الاشخاص قاعدين مع بعض، واحده قالت للباقي ان في قوه انفجرت من المستوى اس في المنطقه رقم 3 في المدينه، فواحد تاني لابس قناع ورد عليها وقال لها قصص الاشباح هي مهمتهم، وبما ان في اشباح من المستوى اس دخلوا ارضنا فده يدفعنا للتحقيق عن هويه الهدف. لو كانت ظاهره غريبه من المستوى اس فيلا بينا نشوف ايه اللي مستخبي. بننتقل لفيشر وسيفن اللي بيكونوا ماشيين في شوارع المدينه، ومره واحده بيظهر من وراهم واحد من اعضاء المنظمه اللي شفناه من شويه، بيعرف على نفسه ويقول لهم لقبه هو جشع، وبيكون جاي لهنا عشان يضم سيفن للمنظمه بعد ما عرفوا انها من الرتبه اس. وطبعا سيفن بترفض تروح معاه لاي حته والاتنين بيخرجوا طاقتهم قصاد بعض. سيفن بتبدا الهجوم وبتكون متفوقه عليه من كل ناحيه لحد ما استخدمت طاقتها وفجرت المكان اللي هو واقف فيه، ولكن برضه ما استسلمش وبيقوم من تاني ومفعل كل قوته. سيفن بتكمل هجوم عليه ولكن كل هجماتها المره دي بيتم امتصاصها من كبر ثقب اسود. استهزأ بيها وقال لها مفيش فايده، فمهما بلغت قوتك هتتلاشى من الوجود. قالت له يعني انت شايف كده؟ ومره واحده جمعت كميه كبيره من الطاقه ووجهتها ناحيته دفعه واحده، فعلى طول استخدم الثقب الاسود من تاني وامتص كميه كبيره من طاقتها، ولكن كميه الطاقه اللي خارجه من سيفن بتكون اكبر بكتير من انه يقدر يستوعبها كلها. قوته انهارت تماما وقع على الارض، فهددها انها لو قتلته منظمته كلها طارتها في كل انحاء العالم، ولكن سيفن ما اهتمتش بكلامه وانت على حياته. بعد كده اصحاب فيشر من مدرسه الرعب بيكونوا وصلوا لبيته، عرف والدته عليهم وبعد كده خدهم يتمشوا شويه، ولكن هما ماشيين كان في خنجر متجه ناحيه سيفن، ففيشر شعر بيه بس بدل ما يصده بايده او باي حاجه صده بدماغه. بعدها ظهرت صاحبه الخنجر واللي بتطلع انها من نفس المنظمه، وبنعرف عنهم اكتر انهم اشخاص سمحوا لطفيل غريب يسيب جسمهم عشان يكتسبوا قوه قتاليه. شيان البنت الغريبه قالت له مشاعر اخضر انت بتعتبريه صاحبك مش كده، بس هو بيفكر فيك كاداه يقدر يتخلص منها في اي وقت. وقالت لليان انت في نظرها مجرد كائن مادي ملوش قيمه. الاثنين بيصدقوا كلامها وبيقعوا في فخها. بعد كده راحت لفيشر وقالت له ان سيفن دي كيان مرعب من المستوى اس، وبقربها منك تقدر تتحكم في حياتك زي ما هي عايزه وتعاملك زي الدميه عندها، انت مش عايز السلطه المطلقه دي. وبالفعل وقع وكمان في مصادتها، ولكن سيفن قدرت ترجعه لعاله بطريقتها. مهاره شيان بتكون عباره عن زرع بذره الغيره لحد ما تكبر وتسيطر على صاحبها. بعد كده جه دور سيفن قالت لها على الرغم من قوتك الا ان البشر ده واخد الاهتمام كله لوحده ومحدش مهتم بيكي، فايه رايك تتخلصي عليهم كلهم وبكده مفيش حد هيقلل من وجودك بعد كده. سيفن ردت عليها بكل بساطه وقالت لها دول بالنسبه لي حشرات ضعيفه، وجودهم او عدم وجودهم مش فارق معايا. شيان لعبت على حته تانيه وقالت لها طب بص لجمالها دي اجمل منك. سيفن فعلا اتاثرت بالكلام ولكن بنتيجه عكس ما هي توقعت تماما. قالت لها طالما انت شايفاها اجمل مني يبقى هقتلك، وبكده محدش هيتجرأ انه يقول بعد كده انه اجمل مني. شيان لما ملتش ان في فايده في السيطره عليها اتحكمت في الباقي وخلتهم يهاجموها، ولكن سيفن قدرت تهزمهم بكل سهوله. شيان كانت مصدومه من قوتها وفجاه جات لها فكره انها تغير من نفسها بالظبط كده زي التنويم المغناطيسي، ولكن ده ما بيفرقش مع سيفن اللي بتهجم عليها وتفضل تستهزأ بيها، بس وفي كل مره بتهنها قوتها بتزيد، ومع كده بتكمل اهانه لحد ما تحولت الاهانه ليأس وقوتها ضعفت، وبعدها على طول خلصت عليها.
وعند الثلاثه من نفس المنظمه بيعرفوا ان الجشع والحسد ماتوا، فبيقرروا المره دي ان هم هيروحوا هما الثلاثه للتخلص من صاحبه المستوى اس. وفي الليل البنت اللي معاهم بتستخدم عليهم قدره النوم وبتخلي كل واحد فيهم يدخل لحلم حسب رغبته. فعندك مثلا فيشر دخل لحلم انه البطل اللي هينقذ العالم، اما سيفن فدخلت لعالم مليان اكل. بعد كده خدوا سيفن معاهم وسابوا فيشر مكانه، واللي بيكون لسه بيحلم لحد ما قابل شخص شبهه بالظبط. الشخص ده قال له انا هو انت وانت هو انا، وحاول يخليه يصحى، ولكن فيشر فكره مجنون لحد ما ضربه وصحاه من الحلم اللي هو فيه. اول لما صحي لقى سيفن اختفت ولسه بيجري عشان يدور عليها. فجاه وقف مكانه وقال لي اصلا ادور عليها، مش معنى انها اختفت يبقى انا كده هعيش في امان وهعيش حياه عاديه. اي حد هيروح لهناك هيبقى شخص اهبل. وعند 3 اشخاص بيكونوا ماشيين بسيفن ودنيا جميله، ولكن فجاه فيشر ظهر قدامهم وطلب منهم يسيبوها مقابل التفاوض. الكل حرفيا ساعتها مات على نفسه من الضحك. اما فيشر فبدا يفكر مع نفسه ان سيفن قالت قبل كده ان التحكم في الطاقه بيجي عن طريق العقل، وبالفعل بدا يركز على طاقته لحد ما نجح انه يحولها حوالين جسمه. الكل اتصدم من ان ازاي انسان يكون عنده طاقه الاشباح، لا ودي كمان طاقه نقيه ما شافوش زيها قبل كده. فيشر قال لهم بكل ثقه من اللي كان بيستهزأ بيه قبل شويه، وهو قبل ما تبدا المعركه بينه وبينهم فجاه مره واحده طاقته اختفت من تاني. فقال لهم الوقت اتاخر ولازم الكل يرجع لبيته، ولسه يجري وتظهر قدامه يانغ، والبنت التانيه بتحاول تغريه وتقول له بص في عيني. فبيقلع النضاره خالص وكده مش هيشوف حاجه وقدرتها ما عادش لها اي لازمه. اما يانغ فبتستخدم عليه قدره الاحلام وبتخليه ينام، ولكن الشخص اللي شبهه بيصحيه من تاني، فبتستخدم كامل قوتها ولكن برضه بيفضل صاحي، وده بيخليها مصدومه ان قدرتها ما قدرتش تعمل معاه اي حاجه. الشخص التالت بيتدخل بنفسه بيضربه ويقع على الارض. بعد كده قال للباقي خلينا نمشي نشرح جثه الشبح دي ونعرف مصدر قوتها. فيشر لما سمع كده اتعصب وعينه اتحولت للون الاحمر وداخل جسمه شبيه مديله ايده، وفي اللحظه اللي لمسوا فيها بدات قوته تنتقل لفيشر. خطوط بنفسجيه بدات تظهر على جسمه وقوته اتغيرت بالكامل، وقدروا بكل سهوله انه يهزم يانغ ويان. ولكن في اللحظه دي الخطوط بدات تتلاشى وقوته بدات تضعف للمره الثانيه، والشخص الضخم بدا يضربه وفيشر مش قادر يعمل معاه اي حاجه. فضل يستهزئ بيقول له انت اللي زيك نكر ملهوش وجود في العالم. وفي اللحظه اللي افتكر انه كده انتهى مره واحده اتجمعت طاقه الخوف فوقهم بشكل مهول. طاقه اتجمعت من كل دول العالم دخلت في جسم فيشر اللي امن على الارض وتحول تحول كامل المره دي، والسكينه اللي كانت في شنطته على بعد اميال منه قدر يستدعيها لعنده بكل سهوله. الاشخاص اللي قدامه ما بيكونوش فاهمين ازاي طاقه الخوف دي كلها اتجمعت كده. فيشر بدا يحرر طاقته وسالهم ازاي عايزين تموتوا. الشخص الضخم بيهجم عليه ولكن المره دي الوضع اختلف. بحركه واحده من فيشر قدر يطيره من قدامه. يان ويانغ جمعوا كره طاقه كبيره وصوبوها ناحيته، وبمجرد ما اتلاشى الضباب ظهر خلفهم وتخلص منهم هما الاثنين مع بعض. وبعدها صحى سيفي من النوم وكان عاوز يختبر قوته الجديده، ولكن انت عبيط يا ابني جاي تختبرها على اللي علمك الشغلانه. طبعا ما قدرش يعمل معاه حاجه واتعرض للتهزيء منها. وعند اخر 2 تقريبا من المنظمه عرفوا ان الباقي كلهم ماتوا. القائد اللي من مستوى الملك اهتم جدا بفيشر وسيفن، ومن الواضح انه اتدخل بنفسه المره دي. ولكن وبكده بنكون وصلنا للنهايه. 3 مواسم تم ترخيصهم ولحد حالا ما تمش الاعلان عن نزول الموسم الرابع. اول ما ينزل باذن الله هيتم ترخيصه فورا. ودلوقتي كل اللي عليك انك تشترك في القناه وتحط لايك للفيديو، واشوفكم في فيديوهات جديده. سلام.